ثابت أو مثبت 10 سنوات بعد قدّام، يعني ما في إلا هو، علمونا ما في إلا هو. طيب والأندية الثانية طيب ما لها حق، ما لها شيء، يعني وش ذنب الأندية الثانية؟ وشو اللي تنافس ما دام الوضع كذا؟ يعني ما في إلا هليل كل شوي موقّع مع صفقة، معقولة نادي ما يمر بضائقة مالية، ما 24 ساعة برفاهية، كل شوي موقّع له مع لاعب، كل شوي مع لاعب، كل شوي مع لاعب. طيب والأندية الثانية أنا وش استفدت من جيبة الصندوق لي وإنه يستحوذ علي؟ أنا وش الفايدة من هالسالفة هذه كلها؟ وش الفايدة؟ ما دام إنه بس هليل هو اللي وقع مع اللعيبة، هليل هو اللي ماشية أموره، هليل حنا يلا متحملين التحكيم وبلاوي التحكيم بعد الصفقات بعد. تخيل هذا هو متصدر، تخيل متصدر وفارق 7 نقاط وقاعد يوقع مع اللعيبة، هذا شلون لو ترتيبها الثامن والّا التاسع، وش يسوون بنا؟ الظاهر ياخذون كل لعيبة الأندية ويحطونه عند هليل. هذا هو متصدر وفارق 7 نقاط، ها، وقاعد يوقع مع اللعيبة كل شوي يوقع له مع لاعب. أنا وش استفدت؟ علموني أنا وش الفايدة من أن الصندوق مستحوذ على ناديه، أنا وش استفدت؟ الآن النصر يعاني لعيبة محليين ما عنده لعيبة محليين. طيب وأبونا واحد، المالك واحد، شو اسمه الصفقات تروح لهليل، هليل ما عنده لعيبة، عنده محليين، عنده أجانب، ومع ذلك تشوف الصفقات له. يا رجل من الفسقة عندهم، من الفسقة موقعين لهم مع مدافع، ها، مدافع بس إنه عشان كولوبالي ببطولة أفريقيا موقعين معه. عبد الله أنت وش نصراوي والّا خلينا نشوف وش أنت؟ إيه طاقية، انزل، انزل لا محطك برا المساحة، انزل، انزل دحدر، دحدر، خلنا نرجع. اللي قاعد يصير الآن تثبيت 10 سنوات قدام، 10 سنوات الهلال يسيطر على البطولات. طيب وش المشكلة إذا الهلال ابتعد عن البطولات؟ ليش دائمًا أنتم ما تبونه دائمًا بالواجهة؟ تبونه هو اللي متصدر، هو واجهة الكرة السعودية، هو أنتم ليه كذا طيب؟ والأندية الثانية طيب؟ يعني الآن المحليين اللي بيوقع معهم الهلال من الأولى فيهم؟ مو النصر؟ مو أبونا واحد، المالك واحد، ها؟ الحين مو المالك واحد. طيب هذا الهلال الآن متصدر فارق عن الجميع 7 نقاط، 7 نقاط الآن فارق عنه. هم ذاك قاعدين تعزّزون صفوفه، تقوّونه أقوى وأقوى وأقوى وأقوى، والأندية الثانية طز فيها، الأندية الثانية بحريقة، الأندية الثانية ما نشوفها شيء. يا أخي علمونا إذا الوضع كذا علشان نترك هالكورة هذه كلها لكم، وأقول للنادي النصر لا تجيب لعيبة يا أخوي، لا تجيب لعيبة ولا تفكر بلعيبة ما دام الوضع كذا، ما دام الوضع ما في منافسة. أنا الآن المباراة الأخيرة أنا مجلوط من التحكيم، أنا سُلبت المباراة مني عينك عيني قدامي. بعد تزودونها بالتعاقدات بعد، أنا لاني قادر تحكيميًا لاني قادر أفوز عليه، ولا بالصفقات قاعد آخذ صفقات. والحل إلى متى الوضع كذا؟ إلى متى حنا نتحمل البلاوي هذه اللي قاعدة تصير؟ حنا عارفين وضعه قبل الصندوق وبعد الصندوق، قبل الصندوق ما كان يقدر ياخذ لاعب من النصر، لا نضحك على بعض. لاعب واحد ما كان يقدر ياخذه من النصر، وإذا اللاعب بالنصر ال الأعلى والله ما ياخذه من النصر، والله ما كان يقدر ياخذه من النصر. ونذكر علي الحسن، لجامي، الخيبري، عبد الرحمن غريب، تاليسكا، لعيبة كثير. أنا ما أتكلم قبل 10 لا أتكلم من آخر 5 سنوات. كان ما يقدر ياخذ لاعب من النصر، إذا النصر بغاه واللاعب يبغى العرض الأعلى، والله ما ياخذه. جاء بعد الصندوق قمنا ما نقدر ننافس الهلال الحالة، أي لاعب الهلال ياخذه. حسان تنبكتي كان رايح للنصر فجأة قلب للهلال،
متعب الحربي موقع على العقد متعب الحربي. نمنا قعدنا لا رايح للهلال. وش اللي قاعد يصير؟ ليش هذا النادي الحالة هو اللي قاعد ينفرد بالصفقات خاصة اللعيبة المحليين. اللعيبة المحليين هذا منفرد فيها ما حد يقدر عليه. كل الأندية تعاني أي لاعب يبغاه الهلال بعد الصندوق محلي ما حد يقدر ياخذه، وابن أمه ياخذه، واتحدى أي نادي ياخذه. ليه؟ طيب الأندية الثانية وش قاعد تسوي؟ ما تبون الأندية الثانية تنافس؟ تبون بس هليل هو الحالة متصدر المشهد؟ والله جد، والله أنا أتكلم جد يا أخي. أنا وش استفدت من الصندوق؟ إذا ماني قادر أجيب لعيبة محليين أنا وش استفدت من الصندوق؟ أنا جايبين لي هذا شو اسمه الناصر هذا يا رجال اقسم بالله مربوش ما اشتري حتى مليون ريال. والهلال لا ما ياخذ الا اللعيبه اللي عليهم الكلام. ما هو منطقي قاعد يصير يا اخي. هذا مين منافسه يا اخي؟ والله مين منافسه. والله مين منافسه يا اخي. والله تعبنا احنا فوق التحكيم. بعد صفقات بعد تقوونه زياده. وين اللي تبون شو اسمه الدوري السعودي من افضل 5 دوريات في العالم؟ وينه؟ وين هذا بالشكل هذا تبونه من افضل 5 دوريات بالعالم؟ هذا شكل دوري بتخلون منافس الحاله ينفرد الحاله دائما كل سنه نفس الموضوع. ولا العام انه هليل زعلان جمهوره زعلان العام قام تعوضونه الان تعوضونه تحققوا له البطولات. طيب هليل له 40 سنه هو يحصد من هالبطولات ما يشبع هالنادي هذا ما يشبع من البطولات. طيب الانديه الثانيه تبي بطولات مثله. كل موسم نفس الموال هليل 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 هليل. يا اخي ملتونا من هليل يا اخي. ما في بهالبلد الا هليل. يا اخي خل سنه الاتحاد يحقق والاهلي يحقق السنه اللي بعدها النصر الهلال. لا هم لا هليل 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 هليل. يحطوا لك فاصل. يلا خذوا هنا بعد 5 سنوات خذوا دوري خذوا كاس. بعد السنه هذه يمغطون هليل 5 سنوات على هالموال. وبالنهايه انه الزعيم. انه رغم الظروف وش اللي عند هليل؟ هليل المباراه الاخيره يوم انه طاح وما قدر يقاوم النصر 11 ضد 11 جاك هالحكم او عافس المباراه فوق تحت طرد ظالم. اقسم بالله العظيم ان المباراه ذيك تقهر. ولا وشوف بعد ما بعدوه عن اقرب منافسيه النصر 7 نقاط. تعال لا هذا النصر خطر. هذا حشرنا بالملعب والله ما قدرنا نفوز عليه الا ان نطرد لاعب من عنده. لا يا حبيبي لازم الان صفقات. الان لازم نفرق عنه. لازم ندعم صفوفنا. ونفس اللي صار يوم قبل الايقاف يوم بالشتويه. تخيلوا كل الانديه بالشتويه ترى ما يوقعون يعني مع لعيبه كثير. حدهم واحد اثنين الا هليل انواع الصفقات. يا اخي شيء يغبن شيء يقهر. تطلع من خساره تقهر خساره فيها ظلم. عينك خسروا النصر. عينك قدامك وانت تشوف ما تقدر تسوي شيء. وبعدها يجيك يوقع صفقات كل شوي موقع له مع صفقه كل يوم مع صفقه كل لاعب محلي يبغاه هليل محطه وقع معه. طيب والانديه الثانيه النصر ما تشوفونه؟ النصر انتم مخلينه فريق تسويق. جايبين لي رونالدو عمره 40 سنه تحطونه بحلقي علشان يسوق الهليل. هليل ترى ما حد يعرفه. والله ما حد يعرفه. ترى الناس ما يعرفون الا النصر. على ان شوف الان يحقق بطولات والله ما حد يعرفه. بس انا نادي النصر ضحيتوا بي يا اخي ضحيتوا بي خليتوني نادي تسويق. انتم ما تبون يحقق بطولات. وانتم تعرفون ان النصر لو حقق البطولات تعرفون ان الشعبيه راح تنقلب فوق تحت خاصه في السعوديه. هذا اللي انتم ما تبونه.
تخيل لو رونالدو رفع الدوري هذا الموسم وش بيصير؟ هذا الشيء اللي أنتم ما تبونه. تبون هليل دائما هو المتصدر المشهد. هليل احنا ما ننسى التصريح اني بخلي الاجيال القادمه 70% هلاليين. انتم خايفين من هذا الشيء انه يخرب عليكم بوجود رونالدو، فقاعد تحاربون النصر. الان النصر ما يتيم ما حد يطالع فيه. لا صفقات وانواع وتعقيد. مدرب يطلع يقول موقف الصفقات. ليش موقفه؟ طيب الصفقات ليش ما تدعمون النصر؟ ليش تعمل بس نادي واحد هو المدعوم لحاله يغرد بالصفقات؟ والنصر اذا جاي بيوقع والله ما في فلوس، الميزانيه ما تكفي. طيب ليه ما تكفي الميزانيه؟ ليش بس هلي اللي تكفي الميزانيه عنده؟ دائما الميزانيه مفتوحه عنده، دائما هو اللي يوقع، دائما هو اللي ما يبلش بالصفقات. والنصر لا شوف الان النظام الجديد، صرف اللاعب اللي عندك، صرف اللاعب اللي عندك. طيب الهلال تو الحين موقع مع مدافع، ليه ما صرفوا لاعب؟ الهلال الان عنده مدري 14 مدري 15 لاعب او 16 لاعب، والنصر ما عنده الا 12 لاعب، وواحد انا ما اعتبره المواليد هذا وسلي، هذا اعرج، هذا مو لاعب. ورونالدو عمره 41 سنه وانا قاعد اتحمل الاضرار هذه، قاعد اسوق لكم. الى متى طيب؟ احنا كمشجعين الى متى طيب ننتظر؟ الى متى؟ نبي بطولات يا اخي. النصر الجمهور تعب يا ناس. انا هذه الصفقات المحليه انا اللي محتاجها اكثر من هليل. هليل الان متصدر وعندها محليين. النصر النادي الوحيد اللي ما عنده محليين. تخيل النصر 3 لعيبه داخل الملعب محليين ما عنده، ومع ذلك صفقات تروح يمين ويسار عنه. هذا جزات النصر، قاعد يضحي، قاعد يسوق لدوريكم، يسوون فيه كذا. يا اخي مللتونا يا اخي، ما منطق هذا. ما في بطولات. انا الى متى اصبر؟ طيب انا الى متى اصبر؟ ما في بهالبلد الا هالنادي هذا هو الوحيد بس يمشي يوقع وقع وقع وقع. ليه؟ الان اللاعب الاجنبي المدافع هذا جايبينه ليه؟ طيب ليه جايبينه؟ جايبينه عشان يلعب مع النصر بس؟ عشان يلعب عن مباراه واحده وبعدين احوله لاسيا؟ ومن غير تغيير الانظمه. شبيك لبيك يا هليل. وش تبي؟ تبي تسجل؟ افتحوا له الان التسجيل. تبي تغير النظام تسجل لاعب بدال لاعب؟ ابشر. يلا على هالموال. ويقول لك بالنهايه انه الزعيم. ان رغم الظروف. وش الظروف اللي عندك يا هليل؟ وش الظروف اللي عندك؟ كل الظروف مهيئينها لك، سواء داخل الملعب ولا برا الملعب. الان انت فارق 7 نقاط، ومع ذلك يتم دعمك بالصفقات وانت فارق 7 نقاط بالدوري. كل هذا خوف ان النصر يحقق الدوري. الصفقات هذه اللي انا قاعد اشوفها كلها بيبعدون النصر عن الدوري عشان رونالدو ما يرفع الدوري، علشان الشعبيه ما يخسرونها اللي بانينها لهم 40 سنه واللي خططوا لها لهم 40 سنه. اقسم بالله شيء يقهر. والضحيه المشجع النصراوي. يعني الاتحادي حقق العام ممكن يتجاوزها، الاهلاوي الهابط بعد يتجاوزها، لكن المشجع النصراوي كيف يتجاوز الامور هذه؟ كيف يتجاوز المشجع النصراوي؟ هو اللي متضرر. المشجع النصراوي هو الوحيد اللي متضرر من اللي قاعد يصير الان. انا ادري في الانديه متضرره الثاني، لكن هم على الاقل حققوا بطولات بزمن الصندوق. لكن النصر هو المتضرر. المشجع النصراوي هو اللي متضرر من اللي قاعد يصير. المشجع النصراوي قاعد يعاني. المشجع النصراوي يعيش ضيم وقهر. لا هو قادر يفوز بالملعب بسبة حكم الله لا يوفقه، ولا هو قاعد حتى صفقات يخلص مع صفقات. الميزانية موقفة وفي لخبطة، ما تدري وش اللي قاعد يصير بالنادي، ما ندري منه اللي ماسكنا. وكل موسم نفس الموال.
الموسم القادم، الموسم القادم. يا أخي راحت أعمارنا حنا الموسم القادم، الموسم القادم، طيب إلى متى طيب؟ يعني أنت الآن حنا الصندوق أبونا، سواء النصر، الاتحاد، الأهلي، الهلال. الآن اللعيبة المحليين اللي قاعد يوقع معهم الهلال، من هو الأولى فيهم؟ ما هو النصر. يكفي إنه أخذ مني حسان تنبكتي وأخذ مني متعب الحربي، وأنا كنت يعني أكثر نادي محتاجهم. لكن أي شيء يجي النصر يبي ياخذه، هلي اللي يطلع لنا من هنا. طبعًا قبل الصندوق ما هو كفو ياخذ مني لاعب، قبل الصندوق والله مو كفو كان ياخذ مني لاعب، هو ما قاعد ياخذ مني اللعيبة إلا بعد الصندوق. أما قبل الصندوق والله مو كفو ياخذ مني لاعب. هذا المشهد قدامكم، المشهد خلاص يا أخي المنافسة ما عاد في منافسة، لا نضحك على بعض. الآن الهلال قاعد يدعم وهو فارق عني 7 نقاط، الآن قاعد يدعم، أنا ما أقدر أنافسه، أنا ما أقدر، اللعيبة اللي عندي ذولي ما أقدر أنافسه. إذا ما تم دعم النصر ما أقدر أنافسه، ولا تضحك على نفسك يا مشجع نصراوي، تقول بالدوري لا، لا ما تحقق الدوري، أنت وهو هليل قبل لا يدعمونه ما قدرت عليه، ما بالك الحين بعد دعمه، وأنت بورطان ما عندك لا ظهير أيسر، لا عندك ظهير أيمن، لا عندك لاعب وسط ثالث، لا عندك حارس، لا عندك مشاكل كثيرة، ما تقدر تنافس الهلال، خلاص الآن أنا أشوف الوضع الآن خلاص الهلال راح لحاله. هذا تكرار الموسم اللي قبل العام. الموسم هذا أنا أشوفه زي الموسم اللي قبل العام، يوم فرقوا هليل خلوه لحاله، خلوه أقوى فريق ما حد يقدر عليه، هذا الموسم مكرر، مكرر. بس إنه بالصيفية ما قووه الآن بالشتوية محسوا بالخطر، يوم شافوا مستواه داخل الملعب رايح فيها. لا الآن الشتوية أنا أول مرة أشوف نادي، يعني خاصة الشتوية، أنتم تعرفون الشتوية ترى ما فيها صفقات كثيرة، حدها مرة لاعب لاعبين، لاعب لاعبين. هذا هليل لا، هليل ما يعرف لاعب لاعبين بالشتوية، ترى هاي ثاني مرة يسويها، اللي قبل الإيقاف كوّش كل اللعيبة، والآن يعيد نفس السيناريو، وبالشتوية يمشي ويوقّع، ما تخلّص فلوسه، هو الوحيد اللي ما تخلّص فلوسه. طيب أنا الحين أنا النصر عندي رونالدو، المفروض إني يكون أكثر نادي بالتسويق والإيرادات المفروض أنا عندي أنا، بس النصر طفران، هو رونالدو معه طفران، ما في فلوس، ميزانية ما تكفي. تخيّلوا النقل التلفزيوني الأعلى مشاهدات وما في مقارنة هو النصر. تخيل إنه ياخذ بالتساوي مع الأندية، أنت تتخيل هالشيء هذا، إنه ياخذ بالتساوي مع الأندية؟ أنا لو أستثمر رونالدو ترى أنا ما احتجتهم، والله ما احتجتهم، إني أجيب صفقات من رونالدو، بس مانعين ما أقدر أسوي مع رونالدو أي شيء، بس أنا اللي أسوق، أنا اللي أجيب الدراهم للأندية، واللي يوقع مع الصفقات هليل، وبالنهاية إنه الزعيم. إنه البطل، إنه رغم الظروف، ورغم مدري وش الظروف اللي مرّت عليك يا هليل؟ وش الظروف اللي مرّت عليك؟ علّمني وش الظروف؟ والله العظيم جد أنا باعرف أبي هلالي يطلع لي يقول لي الظروف اللي عندك اللي مرّت عليك وأخذت البطولة وش هي؟ لعيبة يجيبوا لك لعيبة، أخطاء تحكيمية دائمًا من صالحك، نادر ما تصير عندك أخطاء تحكيمية، وش الظروف اللي تمُر عليك؟ أجل حنا وش نقول؟ حنا النصراويين وش نقول؟ إذا أنت عندك ظروف يا هليل، أنا وش أقول أنا النصراوي وش أقول؟ بس والله اللي قاعد يصير إنه قهر، وإنه والله ما أدري إيش تقول، ما أدري إيش تقول. الآن وقعوا مع مراد، وقبلها ما أدري منو مع مندش، وقبلها مع هذا اللي جابوه المدافع الأجنبي جابوه بس عشان يلعب مباراة النصر وبعدين يحولونه لآسيا بدال كولوبالي، ويالّا، ويالّا، وش تبي؟ وش تبي يا هليل وش تبي؟ آمر وتدلل، آمر تدلل أنت وش تبي؟ ترى الآن الخطة باعلمكم حاجة، ترى الخطة الآن الخطة قاعد يهيئون هليل 10 سنوات
ينافس على البطولات، ما هو ينافس، لا، 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 خلّى منافسة، لا، لا، يا ليته ينافس، لأ، يحقق البطولات. الآن قاعدين يغيّرون جلد الفريق، إن اللعيبة المحليين اللي عندهم خلاص أعمارهم كبيرة، الآن قاعد يالّا على حساب من هو؟ حسابنا حنا. أنا ما استفدت شيء من الصندوق، خلونا واقعيين. أنا وش استفدت من الصندوق؟ لا بطولات ولا صفقات. أنا على الأقل قبل الصندوق كنت أجيب لعيبة حتى لو ما حققوا بطولات، بس أجيب لعيبة. أي لاعب بالسوق أنا اللي آخذه. الحين أنا ما أقدر آخذ لاعب. أنا الناصر هذا اللاعب هذا والله حرام إنه يلعب نادي النصر. ها؟ يا الله طلعت الروح جبته. أنت تخيل لو إني أبغى مراد هذا اللي الحين أخذه هليل، تتوقع إن النصر يقدر يجيبه؟ والله ما يقدر يجيبه، والله ما يقدر يجيبه، ولا يقدر حتى يمكن ما دخل حتى الصفقة. ما في فلوس. فريق متهالك بالفلوس ما فيه، ضعيف ماليًا. أنا بعد ما كنت قبل الصندوق أيام الأمير خالد بن فهد الله يحفظه، كنت متصدر المشهد وكنت الفلوس عندي. الهلال يعطي اللاعب 10 مليون أنا أعطيه 20 مليون. الآن أنا ما أقدر. الهلال لو يدفع مليونين أنا ما أقدر أدفع نص مليون، ما أقدر أدفع. ويجوك يقول لك نافس يا النصر. موسم صفري يا النصراوي، فريقك رايح فيها. قلت شيء طبيعي إني رايح فيها، أنا ما قاعد أنا ما قاعد أدعم أو أعزّز صفوفي. أنا لاعب محلي ما عندي. أنا عندي عبد الله الخيبري والّا الدب هذا سلطان غنام والّا الناصر والّا علي الحسن والّا كمارة والّا الثاني ذاك مراد. وش المنافسة هذه اللي بانافسها أنا؟ وهليل ما يختار إلا لعيبة عندهم جودة عالية. يعني حسان تنبكتي أنا أشوفه أفضل مدافع سعودي. متعب الحربي هو أفضل ظهير بس رغم الإصابات اللي تجيه. الآن مراد هذا أنا أشوفه لاعب وسط له مستقبل كبير. شوف الأدوات اللي قاعد يختارها هليل. شوف أنا لا، أنا أجيب الناصر والّا شو اسمه هذا كمارة. هذا لا، هذا مستواي. أنا هذا ما أقدر أرفع راسي فوق. أنا أقول لك للمسؤول إلى متى؟ علمونا إلى متى؟ والله العظيم ترى والله تعبنا. إحنا كمشجعين نصراويين والله تعبنا. يعني أنتم عاجبكم الوضع، أنتم تبون سينما، تبون مشجع نصراوي تضحكون عليه بالمساحات. لا جد والله أنا ترى قايلها من زمان، ترى من العام قايلها. أنا وصلت مرحلة إني أحس في ناس تبينها سينما، عاجبهم الوضع. الموسم هذا ما عجبهم إن المساحات ما فيه مطالبات، ما فيه. يبي يضحكون، يبي يحطون رجل على رجل ويجيب كاسة الشاي قدامه ويضحك على النصراويين. أنا هذا اللي قاعد أشوفه. أنا بدال ما أكون الآن يعني مثل الهلالي مبسوط، أبغى بطولة. لا ما في. أنت ما تحقق بطولة يا النصراوي. أنت لازم دائمًا تكون الضيم عندك والمطالبات عندك. وإحنا هذا وضعنا. أنا ناديي الحين ما أدري وش وضعه أصلًا، ولا أدري من هو اللي يديره. مع إن سالفة السكيت هذه أنا ماني داخلة مخي، لأن هذا حاطينه بالصورة. ما السكيت هذا موظف والله لا يقدم ولا يأخر. أنا أعرف إن ال5 هم المسؤولين، هم المسؤولين قدامي. زين. لكن أنا ما أدري من اللي ماسك ناديي. ما أدري وش اللي قاعد يصير. أنا على الأقل أيام مسلي صدق إنه مسلي ثعبنا، بس أعرف من أتوجه له. أنا الآن ما أدري والله لو تسأل مشجع نصراوي من تتوجه له ما يقول لك ما أدري. أنت هل تتوجه للبرتغاليين؟ هل تتوجه لل5؟ يا رجل وصل المشجع النصراوي إنه يروح لشخص والله العظيم ما بيده شيء، موظف عادي. هو السكيت هذا اللي مشغليننا فيه ترى موظف عادي. والّا يطلعوا لك هذا المالك، هذا حق الظاهر غير ربحية هذا النائب. يطلع لك بتغريدة أنا أعتبرها ضحك على المشجع النصراوي فيها تضليل. يقول لك لبينا جميع الطلبات. طيب أنت لبيت هذه ترى أنا دائمًا أعيدها هذه لأن أنا قهرني. وأنا ما أبغى أقول لك إنك كذاب لكن كلامك مو بصحيح. كلامك مو بصحيح. والله العظيم إنك يعني ما أنت مسؤول. الكلام اللي كتبته التغريدة هذيك تغريدة غير موفقة وغير مسؤولة. ليش؟ طيب أنا عندي الوردي هذا الحارس، أنت تقول نفذت جميع الطلبات. الوردي هذا بالدوري ما يلعب.
ما يلعب بالدوري، أنا قاعد ألعب بلاعب مواليد، معناته أنت تضحك علي، وين لبيت الطلبات؟ هذا الوردي من ضمن ال8 من ضمن الأجانب ال8 المفروض الوردي يكون أساسي إذا أنت لبيت جميع الطلبات، لأ الوردي خارج التشكيلة بالدوري، اللي يلعب لاعب مواليد، معناته أنت قاعد تكذب علينا، قاعد تضحك علينا، قاعد تضللنا، قاعد تهدينا، تبي تحطها براس المدرب بس ما تدرون شلون، ترى هذه مرت علينا أيام مسلي، أيام مسلي مع جارسيا، يوم يقول لبينا جميع طلباته وجارسيا عنده لاعبين الخباز ومارتينيز احتياط، أول مرة أشوف اللعيبة أجانب احتياط ويقول لبينا جميع طلباته. ليش دائمًا مكررة هذه الجملة عندكم دائمًا، تبي تحطون كل المشاكل بالمدرب وتطلعون أنتم من الصورة، مع إن المدرب أنا أشوفه ما يتحمل، حنا من 2019 ود مدرب جيب مدرب، ود مدرب جيب مدرب، المشكلة ما هي مدرب، المشكلة عناصرية داخل الملعب، ما توفرون الأدوات، ودائمًا تعاندون، ودائمًا ما تروحون لاختيار المدرب، لأ أنتم تبون الاختيارات عندك أنت، ودائمًا فكركم 4-4-2. والآن زادها هليل هذا ما حد يقدر له الحين، هذا ويمشي ويوقع، الحين ترى باقي صفقات يحسبون هذه خلصت مراد، ما خلص، ولا راح يخلص، خلكم. أنا أشوف الضحية المشجع النصراوي، المشجع النصراوي هو اللي الضحية، الأندية الثانية على الأقل محققين بطولات، أنا الوحيد اللي ما حققت بطولات، أنا لو محقق العام خله ياخذ المملكة العربية السعودية كلها ما عندي مشكلة، أنا ما حققت شيء، هذا قاعد يدعم صفوفه وأنا مرحّم فيها. خلني باخذ وليد. هلا وليد. هلا وليد. يا وليد. مرحبا. هلا والله تفضل. شكرا بالخير. مساء النور. كلامك صحيح ابو فيصل لما انت م. تقول ان النصر من 2019 تغيرت الادارات وتغير المدربين وما زالت المشكله العويصه اللي هي المراكز اللي يحتاجها النصر، كان فيه بلوك وحظر على انك تجيب لاعب معور. يعني مو معقول، اوكي ان اقتنعنا بالفكر السابق اللي كان يقول والله مع النصر محتاج محور، وما اتكلم عن محور 6 وطرف يمين وطرف يسار وظهير ايسر، وكنا مقتنعين على الموضوع هذا ان الاداره ما ترغب بالشيء هذا، او المدرب السابق اللي قبل خصوص واللي قبل بيولي انه ما يبغى المحور 6. لكن تتغير الاداره كامله ويتغير المدربين، وما زالت العله اللي يعاني منها النصر. اتكلم عناصريا، طبعا في علل اخرى. احنا نتكلم عن الدعم الغير مباشر والدعم اللي زي ما يقولون خارج الملعب، هذا مقتنعين فيه ان المدعوم الوحيد هو نادي واحد. لكن نتكلم عن المشكله حقيقه بنادي النصر، كأن في شخص يقول لا تجيبون محور 6، كأن في شخص متنفذ وصاحب قرار في النصر، بالرغم ان يعني تغيرت الادارات وتغير المدربين، لكن المشكله العويصه اللي يا انا من النصر. وليد أنا شوف وليد، أنا ما أبغى أحول موضوعي على النصر، الآن خلّيني من النصر أنا عارف وضعه، الآن أنا قاعد أشوف الجار قاعد يوقّع، ما عنده ضائقة مالية، دائمًا ما سمعت إن عمرك شفت هلالي أو مساحة هلالية طلعت قالوا ادعموا نادينا، أو نبغى الصفقة الفلانية، أو افتحوا لنا الميزانية، أو يطالبون بلاعب، أنت قد شفتها؟ أنا ما لا شفتها إلا لا 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 أيام لا فئة A صح؟ اي لا هم ما عندهم مشكله ماليه، هم عندهم. ليه ما عنده ليه؟ وش هو على راسه اي هذا ريشة. الاشكاليه، هم تدري وش الاشكاليه ابو فيصل بعد؟ الاضافه انه ما عنده اشكاليه ماليه. يعني النصر وبقيه الانديه حتى الاتحاد حتى الاهلي، انا اتكلم عن النصر طبعا، او اقل الناس اللي يحصلون على مبالغ او يحصلون على صفقات، نادي النصر معروف. لكن انا اتكلم يا ابو فيصل، ال- المشكله ان عمليه النادي هذا اللي جالس يتقضى لعيبه محليين. يعني النادي هذا عنده معلومات ان الموسم القادم ترى في تقليص للعيبه الاجانب، يمكن ينزلون 6 يمكن ينزلون 4، فهو جالس يعني مستحيل النادي هذا يتقضى في اللعيبه المحليين وبيركنهم في الاحتياط.
الا عنده معلومات ان ترى في الموسم القادم بيصدر الاتحاد السعودي قرار بتقليص اللعيبه الاجانب. لحظة يا وليد، مبسوط يا المنبطح، مبسوط منبطح للهلاليين يا لا. تفضل يا وليد. انا اتكلم فيصل ان النادي هذا عنده معلومات، يعني مثل المعلومات اللي وصلت للاعب الايطالي هذاك الصغير ما يسمونه القنبله، ما يسمونه، اللي كان يلعب في النادي ايام كورونا، اللي وصلت معلومه ان الدوري بيرجع بعد كورونا بعد العيد، والبقيه الانديه ما عندها المعلومه هذه. الا النادي هذا خصوص درب اللعيبه، تذكرونها موسم كورونا، اللعيبه الناس في رمضان ما يدرون متى بيرجع الدوري، قالوا والله ما ادري متى بيرجع الدوري. الا النادي هذا عنده معلومات، جهز لعيبته لياقيا وبدنيا في فتره الحظر، وشفنا كيف الاجهزه الطب اللياقيه وصلت للعيبه في منازلهم، بينما لعيبه الانديه ما زالوا خارج المملكه ولا في تدريبات ولا في شيء. نفس الحاله تتكرر الان يا ابو فيصل في موضوع عمليه التقضي. النادي هذا جالس يسد احتياجاته باللعيبه المحليين في كل المراكز، وفي الاخير تكتشف بكره يصدر لك قرار الاتحاد السعودي بمبالغ فلكيه طبعا، ان الانديه الاخرى لا مقفلين عليها البزبوز ومقفلين عليها عمليه الصرف لحد ما ينتهي المدلل الصغير المدلل من عمليه تسد احتياجاته، بعدين يقول لك يلا الان. طيب وليد، السؤال اللي يطرح نفسه، انا بسأل سؤال مع ان انا جتني معلومه بس ما راح اقول، انا بخليها على طريقه سؤال. تتوقع ان يوم وقفوا السميدو علشان يبي مراد؟ لا ابو فيصل الموضوع اكبر، هو الموضوع يا ابو فيصل مراد هذا مراد هذا شيء يعني مقبلات، لا توك ما دخلت في الطبق في الرئيسي. العميق. توك ما دخلت في الطبق الرئيسي، الطبق المفطح لسه ما اكلته. هم الان جالسين هذه مقبلات يعني، اللعيبه يعني ذولا مقبلات. مقبلات المندش وما مندش وهذول مقبلات. حسبنا الله ونعم الوكيل. وينك انت ابو فيصل، توك انت ما دخلت في العميق. الاحتياجات هم الان شوف دخلوا لو الان. يجون يقول نافسه هليل. لا قود وين مستحيل نافسه انا؟ مستحيل، انت وين نافسه هليل انا؟ هم ضغطوا على وكيل اعمال سعود عبد الحميد لحد ما قام سعود عبد الحميد وغير وكيل اعماله، وصار مشعل السعافي هو وكيل اعمال الله سعود عبد الحميد. الان الله. هم جالسين الان يضغطون على ابو الشامات. طبعا نادي القادسيه رفض عمليه استقطاب ابو الشامات، أمم. كلام الظهير الايمن، فهم عندهم احتياج ضروري، خصوصا مع ابعاد كانسلو عندهم. يعني هل تتوقع ان ناديهم بيستمر على حمد اليامي في الظهير الايمن؟ تتوقع يعني باللغه هذه؟ مستحيل. اذا ما جاء سعود عبد الحميد او بالشامات ادري ان الموضوع، انا قصيدي من لحظة يا وليد، لحظة. قلت مقبلات. هي مقبلات اجل وشو؟ يا حبيبي مكسرات، المقبلات للحين ما جت يعني هذه. هذه مكسرات، لاعبين محليين هذول مكسرات. في لاعبين اجانب مستوى كويس، في لاعبين اجانب نجوم، وين عايشين مسكين يا بعد يا حبايبي. وش ابو للحين مبارك بطاح وش؟ بالمقبلات، هذه مكسرات. مكسرات هذه. مكسرات ما حصلت لك، مكسرات ما جتك. لا تعبت اله. طايح بالقاع ما لقيت، طايح بالقاع ما لقيت. لا النصر تدري وش ياكل ابو مبارك؟ والله العظيم يعطونا قال لي تصبيره لوزين، مقبلات. يعطونا تصبيره لوزين، فهمت شلون؟ وهم ياكلون المسطح، والله ياكلون العظيم اني المقبلات، كنت ياكلون. بدخل بدايه المساحه بس من قبل خفت اقول كلام لا مسؤول، فضلت الصمت. انت ما قصرت يا نواف، والله قلت كل الكلام اللي بخاطري كنت بقوله. اغلب الكلام اللي قلته كنت ناوي اقوله صراحه. شيء طيب، يخبل. ابو مبارك الى متى؟ طيب انا كمشجع نصراوي يا ولدي خلي. توك انت كم عمرك نواف؟ عمري 38. 30. انا اكبر منك باربع مدري 5 سنين، شايف مم. الضيم قبلك بالعيد. يا طيب رب ابو ترى مبارك. احنا ابو مبارك المفروض انت عمرك 28، مشاري بس الهلال كبرك 10 سنوات. انا المفروض عمري 33 30. الهلال كبرنا، الله كبرنا يكبر. لو سمحت جابنا المرض، جابنا الزهايمر. مشاري، والله ابو ممكن اقول مبارك سؤال انا لمشاري؟ ابو مبارك لحظه وليد، انا وصلت مرحله ابغى بس يعطوني موسم احقق فيه بطولات ويبعدوني 3 سنوات، ما عندي مشكله. ابغى بس يعني الموسم هذا اعطوني الدوري وبعدها سنتين ما عندي مشكله، خلوه يليل يسيطر على الجميع.
يا رجال 40 سنه هو يلقم تبيه يوقف لك سنه صادق. دقيقة أبو مبارك سؤال بس 40 سنه هو يلقم بهالبطولات تبيه يوقف سنه عشان خاطرك انت. سنه طيب يعطيني سنه بس سنه بفرح. توقف سنه عشانك انت والله ما يوقف. أبو فيصل أنت تتوقع أنك توقف سنه. أبو فيصل تتوقع أنك بتاكل مثل ما ياكلون يعني؟ مستحيل ما ابغاك انا باكل بملعقه صغيره بس شوي من اللي هم ياكلونه. ما نبي عندنا ما نبي الكيكه والله ما ابي الكيكه كلها ولا ابي قطعه ابي فتات الكيكه. ابغى فتات الكيكه اعطوني فتات الكيكه راضي ابي فتات ما ابي نبي مكسرات ما نبي مكسرات. مكسرات نبي المكسرات. تخيل ابو مبارك ما نبي مراد هوساوي الرئيسيه مراد هوساوي وابو الشامه والمندش واللعيبه اللي بيوقعون معهم والحارس هذا الدوسري حارس الخليج، هذه مجرد سلطه وحمص ومقبلات يعني لسه تو مزمزون لسه ما دخلوا في الطبق الرئيسي ابو مبارك. يعني الان بتشوف العمليه التعاقد مع قرب قبل شوي في واحد تكلم مدري اليوم معاه في المساحه يقول ان عمليه التعاقدات اللي تصير في خبر يعني اكيد خبر على ان الموسم القادم ممكن يكون اللاعبين الاجانب 5 6. بل ترى ما استغرب الشيء خذ المعلومه هذه مبارك انا اقول لك اياها خذها دم معلومه اكيده 100%. الاتفاق اللي بعد عمليه الثلاث سنوات اللي الاستحواذ اللي كان من الصندوق في عمليه تقليص للاجانب. خذ المعلومه سجلها عندك في المفضله طلعها في السنه القادمه. مع بعد كاس العالم اللي بيقام في امريكا بيصدر الاتحاد السعودي قبل بدايه الموسم القادم عمليه تقليص الاجانب الى من 5 إلى 6 اجانب فقط حتى بالمواليد. يعني فهمت شلون؟ يعني تتوقع الهلال موقع اللعيبه هذول السعوديين الان عشان بيحطهم في الاحتياط يروح يجيب لعيبه اجانب افضل له. بس المعلومه اللي تعطى للهلال فقط قبل الجميع ويحظى بها الهلال قبل الجميع عمليه انك في الموسم القادم ترى في 5 لعيبه اجانب. يعني محتاج انت الان الى 6 لعيبه سعوديين وفي خانات انت محتاجهم فجالس يتقضى. يعني هو جالس يكوش على السوق اللعيبه السعوديين ويعطيك الفتات يعطيك الحمدان يعطيك البليهي لما يعطيك عبد الله المالكي. تلقى لما تيجي انت الان تبي عمليه التعاقد تقول والله ما السوق ما في احد فانت مضطر انك تاخذ المنكسره والنطيحه وما اكل السبع. هذا اللي بيسوونه لك. يعني سجلها عندك في المفضله وبتشوفون كلامي تتذكرون كلامي هذا. الموسم القادم انا اي واحد ماكل السبع عندي الان. اي محلي انا ماكل السبع عندي حاليا ما احتاج ماكل السبع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اي محلي يضم للمنتخب فجاه كذا ما حد يعرفه عرف انه بيروح للهلال. هذه ما يبي له 1 2 يعني نعرفها من سنين يعني. جيب بس يا حبيبي سعود عبد الحميد جايبينه لا يشتغلون عليه شغل صح في بطولة ابو معطينا كابتن لما يطلع لا يحطون الاعلاميه عليه الهلال يخلون يغسلون لك مخه غسيل. ايقاف ما يشوف شيء اللاعب لو نصراوي لو يحب النصر يصير بس ما يشوف الازرق ينجح يغرونه بالاموال يغرونه بالهاله الاعلاميه يغرونه بالاشاعه اشاعه غريبه. ابو وسن لما يطلع مدرب المنتخب يقول لسعود عبد الحميد اذا انت ما لعبت في الدوريات ولا انضميت النادي ترى ما راح تكون من ضمن اختياراتي في كاس العالم. يقول يعني اذا ما جيت للدوري لعبت اساسي ترى ما بضامك. وش معناتها؟ يعني ارجع للدوري السعودي. يعني تخيل لاعب يلعب في الدوري الفرنسي ويقول ماني بضامك. ايه بس يا ابو بتال يا اخي انا الان انا كيف بنافسه؟ علموني كيف بنافسه. طيب انا وش انا يعني اكثر نادي محتاج راح الدوريات الخليج يترك الدوري السعودي. لا ابو مبارك خلونا واقعيين. خلوا يروح الدوريات الثانيه ويتركنا. لا ابو مبارك خلونا واقعيين. احنا المالك عندنا واحد يملك 4 أندية. اكثر نادي محتاج محليين منه ابو مبارك وابو بتال منهم. نواف انت قاعد تتكلم معانا وانت قاعد تعرف البير وغطاه. انت عارف ان ال4 أندية مملوكه للصندوق ايش فعليا مملوكه للصندوق لكن عمليا ما نشوف فيها عمليه
موازنه بين الاربع الانديه، انت تشوف الموازنه هذه موجوده؟ لا ما هي موجوده، ما هي طيب موجوده. والله لا هي طيب موجودة. انا ابو مبارك لحظه، انا قبل الصندوق الهلال ما كان يقدر ياخذ اي لاعب انا ابغاه، ما يقدر، اتحداه اللعيبه المحليين كنت انا اللي سمعت اخذه. كلامك سليم والله العظيم اني الحين اقول يا ولد اثرين اخبور. اول كلنا نعرف من هو قبيلنا، نعرف اذا بغينا اللاعب نهجم على الرجال هذا يجيب اللاعب، نقول نبي اللاعب. الحين ما تعرف انت بيده من، انت بيد من، ما تدري انه قبيلك. يا عيالي مره سكيت، مره الشيخ، مره الماجد انا ما ادري هو حي ولا ميت الرجال. الرجال ما ما غرش. اشوفه يرد، اشوف العالم تنشر ما يرد عليها. يوزع يا سيارات رجال والله هذا موجود والله معانا عايش. ما هو بيده شيء، ما بده شيء يا ابو مبارك، ما انا عنده اضحك على بعض. ما في الا شيء الغير لا ربحيه شرف هذه، النادي، ما في الا شيء لا هذا شرف الغير النادي. ربحيه صوره، مجرد صوره، ما بديهم شيء يا ابن حي، ما عندك بديهم سيارة شيء. صورة. وش معنى بالهلال لا يربط صورة ويحل في كل الأندية ونشوفه إلا في بكل الهلال صوره يا مع حبيبي. اللاعبين انه واقف انت سعد قلتها وهو انه هليل، انه الزعيم رغم الظروف. انا ما ادري وش الظروف اللي تمر على هليل، وش الظروف انا ما ادري. اسمع 40 40 نواف. سنه هم انا اسمع الظروف، وش الظروف ما ادري. نواف ترى صورة الا في كل الانديه الا في الهلال، ومؤخرا في الاهلي بعد. يعني انا اشوف ان الاهلي والهلال يشيلون من اللعيبه. النصر لا، صرف اللي عندك عشان نعطيك لاعب. يعني انت تخيل، ابو بتال اللاعب انت الاجنبي تخيل انت المدافع. تخيل لا بجاحتهم. ابو بتال صرفهم اللاعب. وانا اوديها مصرفها. ايوه انت علينا تصرفهم. صرف، ما علينا وين منه. الان اوديها؟ اللاعب. طيب اللاعب هذا اللي جابوه الاخير هذا الاجنبي المدافع، لا طيب لما قالوا لهم صرفوا لاعب عندكم؟ لا اسمع البجاحه وين وصلت. يقولون النصر خلصت ميزانيه الصيف اللعيبه. عد معي: يوسف التركي، الحارس الفرنسي، نونيز، سيو، شو اسمه، تجديد بونو، حلو، ليناردو، من المدافع الاسباني، شو اسمه، لا اله الا الله. يا رجال من كثرهم والله ما عاد ما اقدر والله احسبهم. اني ضيعت، والله ما تدري. والله اني ما ادري. يعني تخيل ان هالبجاحه هذه كلها ويقولون خلصت فلوسكم على السيف. طيب فلوس الهلال ما تخلص يعني؟ نيمار اخذ الميزانيه، لودي منحاش وبتدفع له الحين. وانت تدري ان انت تدري يا ابو بتال ان النصر هو اللي يسوق للدور السعودي بتواجد رونالدو. انا وش استفدت؟ انا وش استفدت من والله العظيم انها التسويق هذا انه نكبنا. والله العظيم انه اساء لنا اكثر مما فادنا، اقسم بالله. اي والله طلعت فضايحنا على العالم من اول ما قلل ميزانيتنا وقلل طلباتنا. العالم تبري من الصفقات وعندنا عندك ابو رونالدو، عندك ابو رونالدو يا ابو مبارك. قبل ما يشوف فضايح التحكيم اللي عندنا احد، الحين صار العالم كلهم يشوفونها. انت شفت القنوات وش كتبت عن مباراه النصر والهلال؟ اول شفت العالم ما حد يعرفه. من اول عندنا الحاره عندنا الحين الباقي العالم كله تعرف الحاره عندنا. من اول العريني والخضير وش اسمه من اول ما حد يعرف عيوبنا وسوالفنا، الحين فضحنا قدام العالم. وبالقوله كل العالم عرفوه. تمشي الامور تمشي. اشتهر الحين يصير مطلوب دوليه. اول كان مطلوب محليا عندنا، الحين صار مطلوب دوليه. لا شوف البجاحه بعد وين وصلت. شوف ان ادارتك نائمه. نيفيز متهم العام النصر اتهام صريح، متهم المنظومه حتى الاتحاد السعودي ما حد شكاه. البارح شابين بجزز طلعوا حتى اعضاء شرف، انا احسب انهم والله خلاص معتكفين في المساجد. لا ابو بتال انا ارسل لي واحد يقول وبعدين ترى على فكره اذكياء، فيهم ذكاء غير طبيعي. الذكاء يعطون نادي من الانديه بطوله بطولتين، ويعطون نادي ثاني بطوله عشان ما حد يشك فيهم. وسبعه عندك 10 بطولات ياخذون 7 ويعطون 3 الباقي. يقولون ليه ما تشتغلون زي هذولاك النادي؟ ليه ما تشتغلون زي هذولاك النادي؟ هم اهم شيء النصر لا ياخذ ابو شيء. بتال انا ارسل لي واحد يقول الانديه عندهم 14 اجنبي والنصر عنده 10، الهلال لا 15 مع المدافع الاخير 15 وانا عندي 10. مو ب10. انا مو ب10، انا عندي 9. هذاك اعرج، هذاك اعرج وسلي واعرج، هذا مو بلاعب، انا ما اعتبره لاعب. عندي واحد بس جاز بس يدور على نفسه 9 يعني. يا رجال ابو فيصل قبل 3 سنوات قبل عمليه الاستحواذ
من صندوق الاستثمارات. من اللي كان متنفذ في عملية، مو متنفذ، من اللي كان يخلص الصفقات؟ كان نادي النصر. اي صفقه يدخلها النادي النصر يحسمها. كان الامير ما يقدرون، اي والله ما يقدرون. يا اي ولد صفقه انت اي من صفقه قدامهم. محليه عالميه يخلصها خالد بن فهد. هم يا الان ايش يا ابن سووا؟ يا ابن قالوا حلال، قالوا كيف نحيد خالد بن فهد، نبعده عن المشهد عشان نستفرد في عمليه الاستقطاب، عمليه التعاقد، وخلاص نخلي النادي هذا نحط له رئيس مزهريه صوري ما يهش ولا ينش، وان المتنفذين وحنا نتحكم في عمليه التعاقد. يعني شوف الان عمليه الدخول في الصفقات، هل احد دخل في الصفقه مع وليد يا ابن حلال وقسم، قنوات. لحظه ابو بتال، وقسما بالله لو الامير خالد بن فهد موجود ان حسان تنبكتي ومتعب الحربي ما يروحون على النصر، والله ما يلسونها، والله ما يشوفونهم، والله ما يلسونها، ومراد هذا والله ما ياخذون. لا هين حسان موقعين جايبين والله يا ابو بتال، لا في ظروف احنا نعرفها، والله لو الامير خالد بن فهد موجود والله ما ياخذونه. أبو فيصل. يا حبيب خذها مني يا ابو بتال، خذها مني انا، والله لو موجود خالد بن فهد حسان ومتعب الحربي ما يروحون عن النصر، لا ما يروحون عن النصر. لا في لا ابو بتال، شوف احنا ما نقدر نتكلم، احنا في اشياء كثيره صارت خلنا ساكتين. والله لو الامير خالد بن فهد موجود ان حسان ان بنادي النصر خذها ولا خلها، ومتعب الحربي. ابو فيصل على سلفر. السلام عليكم. ابو فيصل، السلام. طريقة الهلال الحين وهو يتعاقد مع لاعبين محليين واجانب تذكرني بطريقتهم مع ايام قضية كنو، يا انهم عارفين انهم داخلين في قضية ايقاف بسبب لودي فممكن يتوقفون في الصيفية عشان كذا هم شارين هاللاعبين ويجهزون، يا انهم الان في التعاقدات المحلية اللي يبغون يسوونها انه ممكن السنة الجاية يتم تقليص عدد اللاعبين الاجانب. في شيء ممكن هم يعرفونه وغير والأندية الأخرى ما تعرفه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بخصوص التسويق كريستيانو رونالدو. الآن كريستيانو رونالدو موجود مع النصر وشهرته شهرة النصر. طيب كيف احنا نسوي شهرة عكسية؟ كيف نبرز الأندية الأخرى؟ نبرز الأندية الأخرى بحيث أنه يخسر كريستيانو رونالدو من هذه الأندية ثم يطلع حسهم. يعني شفت أنت الهلال أخذ بطولة، أخذ 3 بطولات في موسم، الاتحاد العام الماضي أخذ بطولتين، والأهلي أخذ بطولة. فالآن عرف الأهلي وعرف الاتحاد وعرف الهلال بسبب أنهم خسروا أبو النصر بوجود كريستيانو رونالدو. فهم عندهم هدف أن كريستيانو رونالدو حقق ولا بطولة، لأن البطولة العربية حققها، اشتهر النصر أكثر. وش صار؟ على بطولة ودية ما يبون النصر يعني يحقق. حتى البطولة الآسيوية 2 أصبحوا يقللون من قيمتها من المشجع النصراوي، والمفترض أن المشجع النصراوي ما يأكل الطعم، بالعكس بطولة آسيوية رسمية ومعترف فيها. حتى هذه ممكن يحرمونك منها. جاء وقت التصفيات يضيقون عليك بعدد أيام الراحة. أنت عاصر بعد فترة بيلعب في أوزبكستان، يروح يسافر ويريح يوم ثم يلعب مباراة، يعني الراحة يومين فقط وهو بيسافر، تراها موجودة. دقيقة سلفر في الطواقي اللي باثين مساحاتنا بالجاكو مستانسين على الظلم وظلم الأندية، مبسوطين. مبسوط يا طاقية؟ مبسوط؟ من اللي باث؟ من هو؟ والله ارسلوا لي ما ادري، يقولوا ان في هلاليين باثين مساحتنا. من هو؟ انا قايلها، هم اصلا هم مخلينا كسينما يضحكون، والله العظيم انهم مخلين النصراويين كسينما ما يبونهم يفرحون، ما يبونهم يفرحون. عاجبهم الوضع اللي قاعد يصير بالمشجع النصراوي. هذول اللي باثين صياحهم يوم النصر متصدر ما خلوا واحد ما شككوا فيه حتى بكل المنظومه، ويوم تصدروا باخطاء تحكيميه قاموا يهايطون. الحين صار الدوري نزيه، وامس يصيحون اعطوهم يا ابن الحلال يا ابن الحلال اعلاميين هلاليين. صالح الحمادي وينه صالح الحمادي؟ ما شفناه يطلع في البرامج. اول ما تصدر النصر ظهر صالح الحمادي، جابوه في الام بي سي وجابوه مدري وجابوا فلان ويطلعون عالم. الحين وينه؟
لا في ناس حاطينهم في الاحتياط. رجع لاهتماماته الخيل خلاص. النصر ايوه يا رجل ايوه طلع في لكن واحد عمره يمكن 80 مدري 60 كان وش رئيس 80 يا تحرير. رجال؟ هذاك مومياء جايبينه محنط. ما ادري شلون جابوه يا ولد، ما ادري شلون طلعوه من القبر ولا ما ادري منين جابوه، طلعوه قام يتكلم. مومياء يا رجال، هذاك محنط في اذانيه قطن. لا حول ولا قوة الا بالله. الناس الا وش لا في اذانيه قطن وخشمه. الا وش صار على الاعلامي اللي كتب اليوم تغريده. انا الحين ترى اذا بغيت ادعي على واحد طيب ايش اقول له؟ الله يسلط عليك الهلال. الله يسلط اي والله عليك الله الهلال. يسلط عليك الهلال. اي الله والله يسلط عليك الهلال. خلاص عدمته كذا، عدمته والله العظيم. مرات يموت ياكل حقه عين عينك. ابد اذا خلك كلاحد حقك الله يسلط عليك الهلال بس. ادعى الدعاء هذا بس. هو الله يجعل يسلط الله عليك الهلال. يجي الهلال ياكل حقه عين عينك. ياكلك الله يجعل الهلال ياكلك ويسلط عليك ويمشي بجنازتك يقول انا محروم. لا ويجيك الهلال هو راسه مربع. ليه الهلال ما يجي الثامن؟ اكيد ما يجي الثامن، اكيد انه ما يجي الثامن. لا قالها دويج، قال الهلال ثابت مثبت والبقيه متحرك. مثبت يا رجال يا ابو فيصل يا رجال كل الانديه يصير فيها دروب، ريال مدريد، برشلونه، مانشستر سيتي، كلهم سنه سنتين يجيهم دروب. يا رجل يونايتد الان طايح له كم. الا النادي هذا سبحان الله ما يخلونه ينزل على طول. الدعم اللوجستي والدعم اللي من وراء التريلات والدعم المخفي والدعم الخلفي كلهم عنده، ما عنده مشكله ترى ابو فيصل. جمهور النادي هذا من مباراه الفتح وانا عارف انهم ضغط على النصر من مباراه الفتح، تخيل. والفار في سبات عميق يا اخي. بلنتي ضد الهلال ما انحسب، بلنتي الهلال خطا. مباراه القادسيه فاول هدفهم التعادل، فاول على ناصر الدوسري لمسه يد وانحسب الهدف. عندكم مباراه النجمه انطرد لعيبه من النجمه ونفس الوضع. عندكم مباراة الأهلي 3-3 فيها مصيبة بعد. يا رجال يا ابو ناصر بن بتال خصوص لما جاء للنصر تفاجأ بالوضع. ترى يوم كان في الهلال كان ما زي ما يقولون شاف الضيم يا رجل. شاف الضيم. اكتشف ان الموضوع تكلم. اكتشف خصوص ان الموضوع يعني لما كان مع الهلال كان الموضوع عنده ما يعني لو يصير في دروب في اللعيبه في شخص يعني في شيء يدعمهم في يعني على الاقل يفوت في مباراه حتى لو كان وضع الهلال سيء. فهمت شلون؟ فهو ضامن النتيجه ضامنها، بس المستوى هو اللي يفرق بس، ولا النتيجه. يا رجال العام هو نازل مستواه اخذ الثاني، هذا هو نازل مستواه يعني. هذا هو موسم فاشل. فاشل. جايب بطوله وجايب المركز الثاني بالدوري، هذه قال لك فاشل. تراهم يا ابو فيصل ما توقعوا تصريح خصوص، فاجأهم يعني على طول جوهم على بت ابيهم من صغيرهم الى كبيرهم من الاعلام على طول صدروا البيان عمليه. فهمت شلون؟ تشويش على الموضوع. لخبط يعني تصريح يعني لخبط كيانهم. تصريح بقول لك شيء الان ابو فيصل، لو انت مثلا انسان نزيه وانسان ما تسرق، لو واحد يتكلم عليك ما يكون عندك رده فعل. فهمت شلون؟ لانك انت واثق من نفسك. لكن لو يكون انت عندك ولا عندك مشكله، اي زي ما يحسبون كل صيحه عليهم على طول يحسون الموضوع لهم. اللي على راسه بس بطحه يحسس عليه على طول. يعني الاعلام عمليه ترويج التغريده نفس الموضوع. يعني جروب واتساب يوجههم التغريده هذه نفس المحتوى نفس يا رجال العام هم مصدرين بيان اشغلوا النيجيري اللي ما له علاقه. لا نضحك على بعض. العام هم مصدرين بيان ما ننساه. الحين بيتكلمون جثث حتى تصريحه ما هو واضح، ما لهم درب عليه، بس يدورون اي شيء. يا رجال خلنا ساكتين قسم بالله العظيم انها كرهونا بالكوره والدوري السعودي. النصر ما ينقلونه يودونه اوروبا ولا يودونه اي مكان يا اخي. ودوه اي دوري. خلونا ما ينقلونه. هو ليه ما ينقلونه؟ هو ما هو رايح. هو ما هو بشوف ركضه بالسروال ما هو رايح ما يبي يطلع. هو هنا قوته بالدوري الانجليزي. لا في الدوري الانجليزي بشوف شلون يداقش الفرق بالدوري الانجليزي. اقسم بالله لو تودي الدوري ما بالانجليزي البرتغالي ولا الروسي ما يسوي شيء. هو ما يبي يطلع من هنا. الانجليزي مره واحده. الانجليزي يا رجال بيهبط 20 مره. قال ايش؟ بس النصر يطلع ما عندهم مشكله. هو ما يطلع والله ما يطلع. وين يطلع؟ ترى في تغريده يمكن بدايه الموسم
غرد فيها واحد والله ناسي منهم، بس انه كاتب يقول تحقيق كريستيانو لبطولة الدوري السنة هذه ترى كأنك تهد، يعني هم جالسين يبنون عملية فعلا شعبية 40 سنه قاعد ايه يبنون، قاعد يبنون 40 سنة شعبية وعملية لو حققت قالها والله عضو ما شرف يخلون عندهم، رونالدو قالها ياخذ 70% الدوري راح مع النصر، نخليه. له التليفون. ناصر هم يبون الصورة هذه حبيبي وليد تحقيق وليد رونالدو وليد الدوري، رونالدو يرفع الدوري الموسم هذا، هدم كل اللي بنوه 40 سنه، خذها ولا وليد خلها. نواف بعطيك معلومة ها. من بعد ما جاء كريستيانو رونالدو اغلب المدارس زاد فيها لبس التيشيرت النصراوي، ممتاز، في المدارس الحكومية والخاصة. في مدرسة من المدارس الخاصة وقفت هذا الشيء العام الماضي، بحيث أن يكون فيه يعني طقم لبس رياضي موحد للطلاب، علشان ما يجون بتيشيرتات أخرى. هذه معلومة أنا متأكد منها. اقول اسمع يعني المعلومه واحد اللي من انا الرياض. مسؤول عنها شخصيا، انا مسؤول عنها شخصيا. تفضل. طلعت يوم الخميس بالليل، لا مو الخميس، يوم الاربعاء بالليل، رايح للبوليفار على طريق علي، زحمه محمد، الاشاره تفتح وتولع، تفتح وتولع، تفتح وتولع. اقسم بالله داير للبيت اني اذا وصلت الاشاره قلت سفج امن تعمير شامل سفه جنب ليش ما تامن انت؟ تقريب يخوخ يطلع عليك اللاعب تقول وهم لا موقفك الوالد، تسمع ولا لا؟ زين شغل تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ربي يسترك، تمشي شوي اشاره ثانيه، عطرك كشخه، نفس شرى العطر، انت ليه ما تشتريه؟ يا ولد تروح اشاره ثالثه، الهلال اقسم بالله اني طالع من الغسيل، طالع من الغسيل والله العظيم، طالع من الغسيل، وقفت شفت اشاره علي اللي بالوسط، اللي قدامه لدي ان ما في اشاره، ها كذا، وراح شرق، تجيك تحت الطاولة في شغل كثير انتم ما تدرون عن الموضوع انتم. لا شوف ما مثلنا شغالين على نادي وامور فنيه، لا في ناس شغاله على الاستثمار على مدى بعيد في الرياض، وفي ناس شغاله بجده على مدى بعيد، وفي ناس ماسكين المهندسين والدكاتره اللي يجونك من برا ويحاولون يهلهلوا لهم، زين، يعطونهم نبذه عن هالهلال، وفي ناس ترى هم استفادوا من رونالدو اكثر منا، اقسم بالله. والله هم المستفيدين، انا ما استفدت منه شيء يا ابو مبارك. هم استفادوا من رونالدو اكثر مننا. رونالدو اذا خسر قدامهم يطلعون صوره الهلال، انظر ماذا فعل الهلال، انظر الى دموع كريستيانو، العالم كله في العالم ريال مدريدي في اسبانيا يقول يا ولد العن ابو ريال مدريد، هذا الهلال شجعه افضل من ريال مدريد يا حبيبي. وش ريال مدريد عند الهلال؟ ريال مدريد التسعينات والثمانينات يتكمخ، اللي عنده يروح مركز ثامن تاسع، هذا ولا عمره شاف المركز الثامن بحياته ما شاف الثامن. يا رجال ابو وسام قد خبرت المنتخب لعب بطولات ما تم اخراج الطلاب من المدارس عشان المباراه، لا هم لعبوا مباراه وطلعوا الموظفين ووقفوا المدارس وطلعوا الناس بدري عشان مباراتهم. يا رجل اترك يا ولد، 2019 ندورنا ملعب نلعبه، نبي نلعبه، نروح للهلاليين تسمحون نلعب؟ لا احنا دافعين فلوسه، نروح لالمرز، في مشكله، اخر شيء حطونا وين لعبنا؟ كاس الملك، المجمع لعبناه بنفوت باستاد الملك فهد، استاذ مكفاد هذول سنه واحده بس. ما عندنا ملعب بابا، ابشر يا بابا، عقب كيف من قال لك سنه 3 شهور 3 شهور اول ملعب 3 شهور ابو يبنى مبارك 3 شهور والسنه. ابو مبارك. 3 شهور والملعب بيتك، انا قائم، خبر بيت اخوي سنتين يلا خلص، هذا ملعب يعملون ليل نهار. العب 3 شهور وشو يا رجال انا ودوني للمجمع يا ابو مبارك، المفروض ياجلون مباراتي، قال لا تلعب بالمجمعه، اول مره اشوف فريق ما يلعب على ارضه، يودونك مدينه محايده. وبالاخير احنا مساكين، بابا موت، ما في فلوس، والله عندنا اللي ما في فلوس، والله عندنا اللي ماما موت صدق وبابا موت صدق،
قلت له والله لا بابا موت ولا ماما موت، انت كله عيش، انت كله عيش 40 سنه وانت عيش، انا موت 40 سنه ما اعرف الجوع والله العظيم، ولا عمره ذاق الجوع، ولا يدري الجوع وين، هو بالبطن هو بالظهر. ترى على باله لو تقول هلالي انت جيعان يقول ايش تقصد؟ ترى ما يدري شو وين البطن، وين منطقه الجوع عنده، ما يدري، يحس بظهره من ام ما خبازه يدري. شبع خبز ما يحتاج. إيه. ويبونا لا 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 النافس يا ابو مبارك، انه نبيك الزعيم رغم الناس الظروف. ويقولون ها شفت عمل يقول تراكمي، عمل مؤسساتي، شوف لا ابو والله عمل مبارك، ها ترى والله عمل فليساتي، عمل فليساتي، ابو بلا مبارك مؤسساتي بلا خراباتي. لو تناقش هلالي قال يا اخي ادعموك ولا فاد فيك، هذا هو النفع. اي بيقولون هذه، بيقولون ادعموك وين ادعموك؟ يا اخي انا بعرف الظروف اللي تمر عليهم وش هي. يقول لك رغم الظروف 3 سنين على المحور 3 سنين كاني طالب شيء ممنوع. كل ما جينا بنسجل المحور طلع لنا ما في فلوس. اقول قبل اذان المغرب اقول حسبي الله ونعم الوكيل على من تسبب على النصر ومن يضر النصر، الله لا يوفقه ولا يبارك له. اللي يسعى في تدمير نادي النصر الله لا يبارك له، والله لا يوفقه ان شاء الله، وجعله ان شاء الله الامراض. طيب يقول لك يا الله يا شتوية رب يا الهلال كريم. لم تنتهي. لحظة يقول لك شتوية الهلال لم ابو تنتهي. الشامات جاي يا حبيب. انا عندي خبر إيه. ان في معمل بالارجنتين حضروه وكبروه وطلعوا مارادونا من القبر، ماخذين الدي ان اي حقه عشان يستسخون واحد جديد يبي يلعب معهم بكاس العالم القادم. يقول لك الشتوية لم تنتهي يا ابو مبارك. انت معروفة الشتوية حدك لاعبين هذول يا واد درزل. لا شوف درزل ترى لعيبة تسجيلهم هذا ما هو طبيعي، عندهم خبر، عندهم يا انهم زي ما عندهم قال لك انه عندهم خبر انهم بيتعاقبون عشان لودي، لان انت تذكر قبل الايقاف اللي ولا انه عندهم خبر في تقليص اللعيبه الاجانب تذكر قبل الايقاف أيه. بالشتويه وش سووا؟ يوم يمشون ويوقعون مع اللعيبه. والله قتالهم على المحليين ذا واللي جددوهم محليينهم وهذا وحراك هذا انه ما طبيعي، عندهم خبر. ما هم يتحركون عبث يا ابو بتال، ما يتحرك. عندهم يا تقليص هم الاجانب بيجددوا ابو بتال حتى لو ما يا انهم بيتعاقبوا. ترى لا هم خلاص. لا هم شوف اللعيبه اللي عندهم ترى اعمارهم كبار خلاص شيبان. هم قاعد يجددون فريق ينافس 10 سنوات قدام. انت ما تعرف الهلال انت يا ابو بتال. هذا حلال نعرف احنا السالفه. هو خلاص الحين بيستغل الوضع. وضع النصر ما يقدر يتعاقد، النصر ما عنده فلوس. ما يوقف الهلال الا النصر. الامير خالد بن فهد مبتعد. من بيدعمك؟ من بيدعمك ابو بتال؟ اصلا انا ما اشوف ما في شيء. يجيب لي الناصر ويجيب لي لعيبه متهالكين ولا كماره. عطني لاعب انت جبته من جاء الصندوق محلي زين. من هو ابو بتال؟ عطني لاعب ولا لاعب. انا ما اقدر انافس اللعيبه. انا قبل الصندوق كنت انافس والله الهلال ما يقدر ياخذ مني لاعب. ونذكر يوم فتره شو اسمه هو سكيت من السويكت كم لاعب جبنا ولا قدر ياخذ اي لاعب النصر يبغاه. خالد الغنام، علي الحسن، عبد الله الخيبري، شو اسمه الصليهم، علي لجامي اخذنا مجموعه ما قدر ياخذ منا ولا لاعب. لكن من جاء الصندوق انا ماني قادر. انا ما اقدر اخذ لاعب. انا حسان تنبكتي راح علي لو الامير خالد بن فهد موجود والله ما ياخذونه. لا ارجع واقول نادي ابتعاد والله الامير ما خالد يرجع فهد الا اذا تخصص بالكامل الشخصيه وحده فقط، غيره والله ما راح تشوف شيء اذا ما تخصص النادي شخصيه واحده تشتريه بفلوسه. نعم انا ايد كلامك ابو مبارك. لازم شخصيه واحده. اما سالفه 4 انديه ما 4 5 يتجمعون لا ما تصلح نفس حبيبي. اشتري النادي بفلوسك كامل وسوي فيها اللي تبي. هنا اصلا مالك حق حتى تتكلم اذا صار المالك واحد. ما لنا ننتظر عشان الخصخصه، والخصخصه ما بايعين الخصخصه تدري من اول ما يبدا الدلولي الهلالي اول ما يبدا هو طبعا اتحداك تبدا قبله. اتحداك
اتحداك تقدم الهلال في حتى التخصص. يوم شراها الوليد امس هونوا بعد، قالوا يا ولد اصبر يمكن يجي شريك الان مقدمين شو اسمه الهلال، يقول نادي الهلال هذا ساهم مغرد به قبل ساعه، الهلال يقدم 40 مليون يورو تعاقد مع محمد ميتي من شو اسمه عمره 18 سنه. صاج انت. اي والله هذا ساهم مغرد به. دراهم يا ولد هذول طيب عندهم هذا ايش مزايد، نبي؟ يا ولد عندهم هذا اجنبي مزايد، من يا الصندوق. ولد عندهم طيب وش مزايد ال 40 مزاين مليون الربع يورو؟ اللي يبيعونه. يا رجال هذا مواليد ابو بتال ما هو باجنبي. مواليد 40 مليون. طيب مواليد 40 مليون 40 مليون يا مهاجم رجال يعني يا رجال ضحك هذا ضحك والله الحين اقول ابو فيصل، وين تساوي الدعم بعد 3 سنين؟ ما صار في تساوي لا دعم ولا شفناه. هذه اكبر كذبه سمعتها. اكبر هي هذه نكتة وين تساوي الدعم؟ تساوي ولا انت عندك تاليسكا ولابورت وفوفانا كلهم بعت عقودهم، كل لاعب طلع من عندك انت بعت عقده، بينما الاخر لا. ياخذون القيمه يعطونها اجل الهلال. كنسلو راح، كنسلو احد يستغني عنه. شوف يا رجال نيمار هذا نونيز عليه، نونيز هذا اللي جابوه ب 60 مليون عليه الحين شكوك انهم بيشيلونه. يا ابوي ما هو صحيح، بيشيلون ولا فكروا فيك. ونيمار اصلا جاي يتمشى يفقع الكور والكفرات وياخذ مليارين ويمشي. سلام يعني وقفت على ذا. يا رجال بس والله العظيم ريح راسك ها. وش اتابع الف المحترق وش تتابع؟ ما انا معلم كيف والله ما ياخذ رونالدو الدوري مع النصر. خذها ولا خلها 40 سنه دمائر. شفت ال70 بطوله بيشوفونها ولا شيء لو ياخذ رونالدو مع النصر. يعني هم هذول اللي هم يحاربون ان رونالدو ما ياخذ ولا بطوله. ما يبون رونالدو ياخذ دوري مع النصر. خلاص انتهى. عقب مهزله الفرنسي امس واللي قبله البوسني ما ادري منين جايبينه، ما عندهم فار اصلا، جايبين حكم ما عنده فار. ما في دولتهم بدوريهم ما في فار. انا ما ادري نظام اللي اختاره ليش جالس في الاتحاد السعودي، ليش لجنه الحكام جالسه الى الان على الفشل هذا. جايبين لي بوسني ما عندهم في دوريهم فار وتجيبه يطبق الفار عندك هنا. جايبين معه صربي ابو بتال بالله وش اللي يعني شيء يستاهل اني ازعل علشانه، وانا اشوف الوضع قدامي زي كذا. انا اقول لك يا نواف وش تزعل علشان؟ تزعل علشانه الناس اللي شغاله عندك، هذه الناس اللي شغاله عندك مناصب بس اسم جالسه تتفرج في النادي. طيب هذا وحنا انا اقول لك ابو مبارك ما الناس اللي شغاله عندك من عملهم ما همهم النصر. ما همهم يعني تزعل ليش انت؟ تزعل ليش وناس ما همهم؟ خلني المشكله ابو مبارك ترى انا كنت متصدر بامكاني اواصل الصداره لو جلبت لي الصفقات. جو حاسه وشغلك جو. ابو مبارك انا بسالك انت الحين من اللي ماسك النصر؟ عطني من هو. انت عارف من هو ماسك النصر؟ والله انت عارف انا عارف والله ما ادري. هذه مشكلتك انت ضايع. طيب من اللي ماسك؟ انت ما تدري من تواجه، ما تدري يا ابو بتال. انت ما تدري من تواجه، من توجه كلامك له. انا سؤال اليوم انا اقدر اساعدك ما ادري من بس دقيقه ابو مبارك، سؤال للجميع اللي في المساحه هنا والمستمعين وخاصه النصراوي. الهلال نعرف القرار عند مين؟ الرئيس التنفيذي ورئيس النادي نواف بن سعد والجهاز الفني. فالاتحاد نفس الحكايه، فالاهلي نفس الحكايه. فالنصر ليش القرار عند اللجنه التنفيذيه ما هو عند الرئيس عند اللي جابوه وارسل الايميل، عند اللي خويه اللي رجعه؟ ليش؟ سؤال بس. مشجع نصراوي بس. الله يا ابو رئيس بتال، النصر ليش ابو بتال شوف انا ترى النصر من عرفته لازم يكون في واحد ضحيه، حتى لو ما بيده شيء حطوها بظهره. النصر الان الوضع النصر اول كنت تعرف مسلي، تعرف اللي ماسك النادي. الحين انت ما تعرف منو ماسك النادي، والله لا سكيت ولا غير سكيت، ما ترى موظف مثل غيره. الموضوع اكبر من السكيت، لازم المشجع النصراوي يعرف انه موضوع اكبر. نادري الموضوع السكيت هذه انا ما اتخوف مخي. هذا تسكيته يا ابو مبارك، تسكيته اللي شال الصلاحيات وحاس العمل من هذا اللي تبيه، هذا اللي نبيه حنا. هلا سكيت ما بيده شيء، سكيت باي لحظه يقولوا له توكل على الله. سكيت ولا غيره
يا ابن الحلال سكيت موظف والله يا ابو بتال باي لحظه يشيلونه. ما هو رجع سكيت. طيب من رجع؟ خلك من رجوع سكيت. انا ما ابغى سكيت يا حبيبي، انا ابغى المسؤول اللي يتحكم، اللي حاط سكيت وغيره. من هو اللي جايين من الصندوق الخمسه ذولي؟ هم اللي هم القرار عندهم، لا نضحك على بعض، عندهم القرار. النصر يعاني الان، يعاني، مو قادر يوقع صفقات. ليه؟ لان الهلال ترى ما يعاني ابو بتال، ما يحتاج الصفقات هذه كلها، ومع ذلك قاعد يوقع مع صفقات والميزانيه مفتوحه عنده. انا لا، اذا جيت اوقع قال ما عندي ترى فلوس. يوقع بصفقات مو محتاج عشان النصر ما ياخذها. عشان النصر ما ياخذها، احنا عارفين اللعبه كيف. هذه قاعد يصير والله اني ما ادري. تفضل دكتور طويق. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. الله يمسيكم بالخير جميعا، ابو فيصل وابو مبارك لا ابو وسام الجميع. يا اخي انا استفساري بس، من هو قبيلي في نادي النصر؟ من هو اللي اقدر اتفاهم معه؟ طيب ما في احد. طيب وين المركز الاعلامي؟ وين اللجنه الاعلاميه هذه الموقره اللي تبين لنا وش الوضع صاير الحين؟ هليل قاعد الحين، تذكرون الحارس المواليد اللي جاء؟ وش صار عليه؟ ما ندري. ما مقتنع فيه انزاقي. وينه؟ طيب وينه؟ الحين بيوقعون مع لاعب الان مواليد عمره 18 40 مليون يورو. وقعوا مع حارس الخليج ريان الدوسري. الحين وقعوا معه. هو من ضمن صفقة هوساوي. طاجنت. الله العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب وكايو هذا حقهم، ما هو طلع المباراة اللي راحت زعلان؟ المواليد حقهم وش صار عليه؟ بيروح كايو بيروح. دعم من الوليد بن طلال ريال الدوسري 5 سنوات. دعم الوليد لقوا نايم ما يدري وش السالفة، تحط بظهره ما حد داري من هو. والله الوليد طير شلوه. انا مستعد حطوه بظهري، يقول مشاري الشمري انا اصلا بجيبوا صفقات. ابو مبارك يقول بفضل مشاري الشمري بجيبوا صفقات. طيب ابو مبارك. لا دكتور لاحظ. بس سؤال واحد. طيب لا دكتور لا السؤال يطرح نفسه. طيب قبل الصندوق وين اعضاء الشرف بكل الانديه مو بس الهلال؟ وينهم ما جابوا الصفقات هذه الكبيره؟ وينهم؟ ليش الان كل شيء يحطوها براس عضو شرف؟ وينهم قبل؟ ليش ما كانوا يجيبون اللعيبه ذول اللي مبالغهم كبيره؟ يا اخي نضحك على بعض احنا. نعم. وينهم طيب قبل؟ ما دام ان عنده القدره الماليه انه يقدر يجيبهم. تاليسكا ما قدروا ياخذونه من النصر. تخيل تاليسكا لاعب النصر جابه من 6 مليون من 7 مليون يورو، ما قدروا ياخذونه. طيب تفهمنا الحين بيجيبون لاعب ب 40 مليون يورو اعضاء الشرف ولا 50 مليون يورو؟ يا ولد فلوس يا ولد. انا بعرف يا ولد انت صدق يا نواف، صدق انه ليش يشترطون على نادي النصر انه يبيع يا ولد؟ انت ما لك الا تتابع اعمالهم الخيريه وتسوي زيه، ما لك الا هاللون الحين. سوينا ما في فايده، نادينا ما بطب والله. لو تسوي شو ما تسوي به يا رجل، لو تكفل كل الاتمان ما في فايده. نادينا ما في شيء، بس انت عارفين الموضوع كله. والله اطعمت فوق ال 30 يمكن فوق 700 برمضان اللي فات. والله ما شفت شيء تحسن بالنصر، كلها بنية النصر. والله ما فات شيء والله العظيم. ما ادري ايش السالفه. المره الجايه والله بحط لي يعني انا استفيد منه ولا اتوهق هالواقع. طيب خلهم يجربون معنا سنه، يدعمون لعيبه وبالملعب ومن هنا ومن هنا، ممكن يتحسن الوضع. ممكن يجيبون لنا زي الحكم الفرنسي اذا تضايقت. النادي يا ناس الحرامي. انا اتكلم بشكل عام، اتكلم عن الحراميه بشكل عام، ما لي دخل الهلال. شوف ما له علاقه هذا مثل اطقع حرامي بالعالم انا قريت عنه مسك بعد 26 سنه. زلتكو يا ولد، في حراميه 40 سنه ما حد يشكهم. ليه؟ ما في امل، هذا طول العمر ما يمس. يا ولد ليه؟ يخرب بيتك على التكنولوجيا اللي قاعد تستخدمها. ايش قاعد تسوي؟ انا قاعد اتكلم الحرامي بشري، اتكلم عن نادي اقول بعد. لا احنا نتكلم عن بشر خارج البلاد، خارج في خيالاتنا.
ايه في والله خيارات ممكن يسجنونا على خيالاتنا، ترى يسوونها. تترك على خيالك، والله يسويها لين. ليش تخيل ليه؟ ليش ليش تتخيل؟ وش معنى تتخيل طلعوا الان؟ خيالك ولا عجبك خلده، طلعوا يسوونها. تستغرب شيء في هالدنيا. وليد ما غير يا وليد، والله ما منك فائده يا وليد، اطلع تعال. اهلي ذبحنا يا وليد. يا وليد هليل هذا والله ما ادري حله. يا الربع هليل وش تسوي له هذا؟ شوف منطقة على الحظ، شوف منطقة على الحظ، منطقة حظ النصر. ترك جيرة الاتحاد، وترك جيرة الاهلي، وترك جيرة الاتفاق، وترك جيرة القادسية، وراح جيرة لهذا الشخص، راح جيرة لهالنادي. شوف الحظ، شوف الحظ. الله شوف الحظ هاي. راح يبدا ينصور الاكبر وصار جاره. اي والله ترك الدنيا كلها. ترك المملكه العربيه السعوديه من شماله الجنوبه الغربه وشرقها صار بجنبه بنفس المكان بالعريض. سبيبه اتركوا ابو مبارك يجيبوا. ابو مبارك خلينا نطلع هاشتاج نطالب بنقل النصر من الرياض. الله عايل والله العظيم انك لا تبارك. انقل العايل ولا تصيب، والله انك لا تبارك. انقل هاي مكان الربع الخالي، انقل الربع الخالي. الربع الخالي اهم شيء ابعد على هالجار السوء هذا. هج والله ما هذا موذي، جار موذي، اول مره اشوف جار اي موذي. والله جار موذي. هج تعال جبه جاي جبه ما حد يدري عنك، تحط لاعبين على كيفك، والله بعيد عنك ما يدري بك، ينساك سنتين ينساك. ما هو بشرط من الاتحاد والاهلي يتعبدها بجهبه. ابو مبارك ابى اشوف اسطوره ايش عنده طالب مايك الربع. عامر اسطوره. بالله نواف، بالله اسالك بالله جاوب، عقليتي ولا عقليه ابوه؟ ترجع عقليتك تفرق. ابوه وش عرف؟ ابوه يقعد من النوم بعد المباراه يقول 70 بطوله وكل يوم لاعب بطوله، يلعن ام الحظير يا رجال. ينام وقت مباراه الهلال يا شيخ. اسمع، ينام وقت مباراه الهلال. ينام وقت لا ابوه ينام وقت مباراه الهلال، واذا قاعد يقول كم النتيجه ما يدري. والله ما ادري. تلقاه كذا غسلهم فزت ببطوله، بالله على منو؟ انه الزعيم. فزت هو ما يدري فاز ببطوله. والله العظيم. اسطوره عامر، اسطوره. السلام عليكم، مساء الخير جميعا. مساء النور. هلا يا مرحبا، حيا الله الجميع. هلا حياك الله اسطوره. بتناقش معكم في هذا الموضوع يعني اذا سمحتوا لي بذلك. يعني جاي بادب وخلق وجمع. مبارك شلونك؟ ان شاء الله طيب. خير حبيبي تفضل. الله يبيض وجهك ويطول عمرك يا ابو مبارك. بخصوص الموضوع اللي صار على العموم ابو مبارك، انا بوجه سؤال بس للاشخاص العقلاء، يعني اذا تسمح لي. يعني العقلاء منهم؟ انا اتكلم عن العقلاء بجميع الميول، ما احد احد. خلينا نرجع 10 سنوات وراء، ايام ما كان يلعب اللاعب الاسطوره كريستيانو رونالدو في مدريد. لو طرحت سؤال على اي مشجع رياضي في العالم، كريستيانو بعد مدريد وين راح يذهب؟ ولا 1% بتوقع بيكون في الدوري السعودي، صح ولا لا؟ لا يوفنتوس راح الدوري الايطالي، ما راح الدوري السعودي. بعد يوفنتوس، بعد خلاص راح يونايتد. حلو، بعد يونايتد. اللاعب جاي تناقش حلو طيب اوكي ابو مبارك لعب مع يونايتد. هذه سالفتك. طيب ابو مبارك لعب مع يونايتد، بعدين مدريد، بعدين يوفنتوس، بعدين يونايتد، بعدين ذهب للنادي النصر. المسكين الضعيف اللي ما عنده نفوذ ولا عنده قوة ولا عنده أعضاء ولا عنده دعم، صح؟ صحيح. بينما كريستيانو تفاوض معه النادي القوي المؤثر برجالاته الهلال. من وقف هذه الصفقة؟ من وقف الهلال فترتين؟ صفقة كنو اللي انت خذيتوه. يا سلام عليك. طيب وين النفوذ الهلالية؟ خطأ قانوني تحمل إدارتك. يا سلام عليك. طيب وين النفوذ الهلالية اللي انت قاعد تقولوا الهلال؟ لحظة انا اعلمك النفوذ. انا علم ابو مبارك. خليني ارد انا بعد ما بقول كلمتين ورد عليه. النفوذ، انت عندك علم بالفتره الشتويه وكوشت على كل اللعيبه اللي وقعت معهم، تذكرها ولا ما تذكرها؟ اذكرها. طيب ها. النفوذ انها تاخرت القضيه، طولت. حاول يوقع مع رونالدو ترى قبل حاول هو يوقع. النفوذ انك انت القضيه طولت
المفروض توقف انت من ذاك الموسم، خلوها الموسم اللي متى بعده. صدر القرار طيب؟ عقب ما هيأت نفسك وجمعت اللعيبه وقفوك. هذا وش هذا وش يا رجل اكثر نادي تعاقد مع لاعبين محليين وقت الامير فيصل بالتركي نادي النصر. وين القوه الهلاليه اللي ما كان موجود فيصل بالتركي ايام قضيه كنو، ما هو موجود. شوف حبيبي ابو فيصل نواف، اللي انا بوصله لك، في هناك عضو شرف داعم، هناك عضو شرف يترزز او يهرب او ما يبي يدعم، بس باختصار هذا كل ما في المشهد، ما له اي علاقه. منو اللي هرب؟ اسمع، لا تقول لي الصندوق وما الصندوق فعلا ذكر بعد 3 مواسم بيكون الدعم متساوي. انا كهلالي صراحه لما شاركت في بطوله كاس العالم للانديه في المغرب وقفت فترتين، خسرت لاعب بحجم وقيمه كريستيانو رونالدو. تعرف ايش معنى قيمه كريستيانو رونالدو ولا لا؟ ذهب لنادي النصر. حبيبي يا بعدروس والله ليته ما وقف، ليته راح عندك كان مفتكين منه. لحظه بعدين القرار صدر ليله العيد. شلون يا حبيبي؟ سم لو قضيه كنو ما صارت قدام الله وخلقه بالملعب والرجال قاعد يكلمه وياخذ منه الجوال، ترى ما توقف كنو. تدري ابو مبارك انت قاعد تقول ان الهلال عنده نفوذ قويه. السالفه فلصه، الرجال قاعد يبكي. لا ابو مبارك مشاري، انتم كلامكم العالم جواب كاميرات. مشاري انتم الحين كلامكم. اسمعني، لا اسمعني اسطوره، لا اسمعني، لازم تسمع. يلا والهلال رغم كل اللي شافوه العالم صوت صوره قدام العالم بالفيديو، الهلال عاند ووقع مع اللاعب رغم علمه ان النصر موقع معاه. يعني انا قاعد اتحدى النظام هنا انت حركت النظام لو انت متحد ممكن تمشي عليه رجاء خاص. هذا تبي تكسره قدام العالم، لا ما تكسره قدام العالم. طيب النظام يمشي عليك الان، يمشي عليك النظام. حلو. طيب هذا اسمع، هذا كان تصرف فردي شخصي، لا تتكلم بصيغه الهلال. تحمل مسؤوليته. خلاص احنا تحملنا. احنا شوف احنا ما من النوع اللي ما تحملت، انت مخالف. انت مخالف. تدري على فكره انت كنت محاسبين حساب شو اسمه الوقتيه، شو اسمه التدابير الوقتيه كنت محاسبينها وضامنينك بجيبك انها راح تصير بك. يا اخوي تدري، لا تدري، لانه امر متاح للهلال. لكن طيب ليش اللجنه لما خليني اكمل يا رجل، يلا خليني اكمل تكفى. لكن لما تشوف اللجنه هناك تعمد لعمل هالحاجه هذه والاعتماد على التدابير الوقتيه، هناك ما راح اعطيك التدابير الوقتيه. انك تعمدت بتوصل لهالشيء هذا، انا راح امنع عنك وتوهقت. ولكن انت بتعطي التدابير الوقتيه، تبي تجيب رونالدو يا حبيبي. لا ابو مبارك خذ هذه بعد وقت يوم طلع كنو بالملعب اللي معه المفرج. النصر ارسل ايميل لنادي الهلال انه وقع مع اللاعب، عرف انهم بيوقعون معه. تعرف لو ما ارسل النصر بهذه اللحظه الهلال ما يتوقف، لانهم كانوا بيوقعون بيرسلون اوراقه وان ما عندهم خبر. طيب كانوا يوقفون يتوقف اللاعب. لو ما اعلن. طيب نواف، انت الحين من كلامك انا اكتشفت انك شخص متناقض. ليه متناقض؟ الحين بدايه المساحه اشتغلت على موضوع الدراما والافلام وكل شيء مكشوف، وليش نتابع النصر وما ادري ايش، والهلال عنده وانا صادق دقيقه. والحين بعدين قلت لا معليش، طيب بما اني انا الهلال وانا صاحب القرارات، طيب باي حق يصدر علي قرار ليله العيد، وباي حق انا اوقف فترتين؟ وليله العيد وش فيها يعني؟ واذا صدر عليك قرار ليله العيد وش بيتغير فيك يعني؟ طيب حلو، وش اللي بيتغير عليك يعني؟ انا اسالك يا اسطوره، انت القرار ليله العيد ولا بعد العيد وش اللي بيتغير يعني؟ ابي اقنعك انا تراني هلالي يعني اثر على نفسيتك يعني مع عيدت يعني وش بيصير؟ لا ما تاثر على نفسيتي، بس انا ابي اقنعك انك لا تقول الهلال صاحب السلطه. انتم دائما تقولون ليله العيد، انا بعرف وش المضره اللي ضرتكم ليله العيد. وش المضره يا اخوي؟ العالم كله اجازات، شلون ليله العيد؟ ما عيالهم عيديات. ما ادري انا يقول ليله العيد المضره ما ادري وش. ترى كرة قدم يا اسطورة، ترى هذه كرة قدم. يصدر القرار لحظة يا اسطورة، يصدر القرار بأي وقت يمكن 5 الفجر يصدر قرار. كرة قدم ترى ما لها دخل بالوقت. لا يا شيخ والله العظيم يا اخي ترى وش دوائر حكومية؟ هذه كرة قدم يا اخي. الاتحاد السعودي احيانا يصدر بالليل يا رجل. لا يا نواف هم خربوا اسطورة العيد صار. طيب انا بسألك سؤال. طيب اسمع، انا بشوف بعيش نفس الدراما تعيشون. انا والله مسكين، ليش رحت المغرب وانا موقف فترتين؟ ليش؟
تقول لك ليش تجاه انا قبل ليش انا شاركت في بطوله كاس العالم الانديه في المغرب وانا موقف فترتين؟ ليش؟ انت ما لا، خليت معلش شيء قبلها. يا الاسطوره روح وشلون؟ اذكر المغرب من معي اصلا أنا؟ ما هي بصحيحه، رايح ما هو من ترشيح، حقك، رايح كيف؟ ترشيح اصلا، ما هو من حقك خلاص. اصلا. حلو. وراوة واصل للنهائي وانت ما لعبت 16. حلو، انا ذهبت اوكي، هذه خلاص بصير انت معك، رحت تمام. ترشيح طيب روح اذكر المغرب انا ذهبت بطوله ما كاس لك حق العالم في فيها. امريكا. دقيقه وبالتالي انا ذهبت كاس العالم في امريكا ايه رغم اني بطل اسيا يحق لي المشاركه. طيب صح؟ رحت وش يعني ما فيها تقول كاس ترشيح العالم؟ كان عندك ولا لا لاعب لحظه ولا لحظه تعطيك كان نقاط. عندك 100 لحظه حمد الله نص لا ساعه في امريكا اصبر لا يا تبرر جماعه علينا. الخير، تكلموا لا بالعدل يا تبرر جماعه علينا، الخير. اصبر كلام الجماس. طيب كان عندك 150 مليون يورو، ادارتك هي اللي ما تعرف التعامل مع اللعيبه، ولا كان المفروض توقع معهم. اوكي حلو، ادارتي صح. لحظه، انت بكاس العالم من قوه دعم فتحوا لك التسجيل، قدموه لك، وش تبي اكثر؟ جابوا لك حمد الله، حلو. وش تبي اكثر؟ طيب حلو. وش تبي؟ طيب حلو، هذا كل هالدعم هذا ما دقيقة. تشوفه. طيب دقيقة الرئيس الاتحاد السعودي رايح معك، وش تبي اكثر من كذا؟ يا نواف طيب يا سلام عليك، انا اتفق معك. يعني وقت الفشل انت ترمي الاتهام على الاداره، صح؟ ووقت القوه اي اداره؟ ايش دخل اداره؟ دقيقه، لا انت تقول ادارتك، صح؟ ايه إدارتك. انت عندك ميزانيه 150 مليون يورو. طيب حلو يا سلام تقول ما دعمت، حلو. كيف ما دعمت؟ هذا وش ال 150؟ حلو. طيب اسمع، انا وقت الفشل انت ترمي اتهام الحين على اداره الهلال انها ضعيفه، فشلت، صح؟ ايه فشلت، شيء طبيعي. خلاص حلو. طيب انا الان قاعد اقول الهلال الان قاعده تصحح خطأ وقاعده تدفع مبالغ. من وين الفلوس؟ علمني من وين يا اخوي. من الداعم ابو الوليد ابو خالد وليد ابو طلال، ما في احد غيره. انا مسؤول عن انا مسؤول عن هذا الكلام. وانا مسؤول بكره. اسمع انا لحظه ابو بتال، انا مسؤول بعد مثلك. بكره لو وقع النصر مع لاعب لا تجيب عيد نفسك اللي تكفل بالصفقه مشاري الشمري، تقول لا. وش اللي لا؟ من مصادر موثوقه. يلا بالله تجيب سندويش الحمد لله. يا مشاري ابو مبارك، اني لك من الناصحين، ابتعد عن هذا الفكر. اقسم بالله العظيم ما تعيش، والله العظيم. الدراما والافلام وهذه، والله العظيم، والله يبيلك الخير يا مبارك. انت صديق اذا تبي له الخير. انا والله ودي اروح الدوري الانجليزي. روح الدوري الانجليزي، فكر من شرك. نعيش كلنا ابو والله ما يروح. وين يروح؟ تبي ابتعد عن البطولات. طيب انا الحين بوجه لكم سؤال. الحين اعطوني اسماء اعضاء شرف 5 بس فقط نصراويين، بس 5 بس اعضاء شرف. حاليين ولا سابقين؟ ان شاء الله لو توفوا الله يرحمهم. اي شخص. الامير خالد بن فهد ما تقدر. يكفي الامير ما تقدر. تدري ليش؟ لما ما عندك احد. انت ما عندك احد. انا اقدر اجيب لك الان فوق 100 عضو شرف. العجلان زين. تركي فيصل تركي. سعود السويلم. سويكت. شو اسمه هذا؟ المهيدب. طيب حلو. وينهم مع المشهد النصراوي؟ وينهم؟ اخر واحد قال ما اعرف اشتغل بادارتين، ما اسمحوا له يشتغل بعد. طيب والثاني والثالث وين؟ شلون وينه؟ والرابع والخامس؟ الثاني زي المهيدب ما يشتغلوا على راحتهم. لا يا شيخ معليش. انت لازم تصل مرحله في هناك اشخاص ما يبغون يدعمونك، عاد عندهم سياسه، عندهم فكر، يبغون الجماهيري، هذا شيء راجع لهم، بس انت لازم توصل. انا قاعد اقول لك هذا. يا اخي ليش الفكر بس عند الهلال؟ ليش الفكر بس عند الهلال؟ المهيدب ما يقدر يشتغل بالنصر وينجح في النصر. يقدر يشتغل. طيب ليه قاطع؟ لا ابو مبارك، انا لاحظ الهلاليين ماسكين بهالسالفه ان الفكر بس عند الهلاليين، الانديه الثانيه ما عندها فكر. ليه؟ وش يفرق عني؟ وانا لاحظ يا حبيبي اسمع يا اسطوره. الفرق بيني وبينك والجمهور الاهلي لحظه ليش على دقيقه. الفرق بيني وبينك المال. هذا الفرق بيني وبينك باختصار. عطني مال وشوف فيه فكر ولا لا. هم انك تجي الحين بالشتويه. انت عمرك شفت نادي بالشتويه وقف؟ لا مو بس تعطيني مال، لا تسلموا الاخبول عندنا. لا تسلم الاخبول. اي شيء طبيعي. الناس الصاحيه. بس ابو مبارك انتوا قد شفتوا نادي فتره شتويه، فتره قصيره، مستحيل يعني تلقى لعيبه يوقع مع 5 لعيبه 6 لعيبه. هذه وين صارت هذه؟ انا ما قد ولا شفت نادي بالعالم يوقع مع 5 أو 6 لعيبه بالشتويه. الصيفيه تنبلع. هذه قاعد تصير مو منطق يا اخي. هذا ثاني مره تسوونها بالشتويه. طيب انا بسألك الحين دوران
انا بسالك الحين دوران وين راح؟ دوران، انا بسالك عن نيمار. نيمار راح خلاص. وش قفل. هذا انا وديته اعاره خلاص انتهى. انت تعاقد بالتراضي خلاص، كفل وخذ حقوقه ومشى. طيب انا موديه اعاره، انا موديه اعاره دوران. من تكفل بقيمه الصفقه دوران؟ من؟ النادي التركي. من اللي تكفل بصفقه نيمار؟ من هو؟ انا اقول لك شوف جاوب. الصندوق من اللي تكفل بصفقه نيمار يوم قفلت؟ الصندوق. يعني انا تسالني من هو اللي تكفل وانت تقول الصندوق؟ يا اخوي انا عندي، شوف باختصار عشان تكون في الصوره ونقفل هذا الموضوع. انا عندي رجل عاشق محب للكيان، يدعم بماله وبدون اي شروط وبدون طيب اي شيء. لحظه، انت عندك اشخاص ما يبغون يدعمون. بس باختصار قبل انتم وجهوا مطالباتكم يا على اسطوره. بس يا اسطوره. لا ابو بتال، لا السؤال، لا ابو بتال دقيقه. الان تقول انت عندي عضو شرف داعم ومحب وكل شيء، صح؟ نعم. طيب قبل الصندوق وين اللعيبه هذول اللي ب 40 مليون و50 مليون ما جابهم؟ ليش الان قمتوا تطلعون انه هو اللي يجيب اللعيبه؟ وين قبل الصندوق؟ طيب كان يا حبيبي تاليسكا دقيقه تاليسكا انت دقيقه لحظه تاليسكا انت خلاص بيوقع معك، جاء النصر وخذه منك، ليش ما اخذته؟ تاليسكا طيب ما دام عندك مال، وين المال اللي تتكلم عنه؟ تمام قبل الصندوق هل انت تثق في اداره النصر؟ يناقض نفسه يا اخي خليك من اداره. انا اتكلم، انت تقول انا عندي عضو شرف. انا اسالك سؤال قبل الصندوق. انت تقول مرصوده لي 150 مليون لكاس العالم، صح؟ لا ما قلت انا. يوم ما استفدت منها في مشاركه كاس العالم، ليش تبقى عندك وتصير ما في عداله منافسه؟ اخذ اكثر من الانديه. ناصر وبالتالي هذه اجتهادات صحفيه، ما تعرف صحتها، ما تعرف. لا صحيحه. لا طيب اسمع، انت تقول قبل الصندوق وينك عن اللاعبين؟ انا بقول لك ترى دقيقه هذا خبر دقيقه من هو صاحب الخبر؟ دقيقه من هو صاحب الخبر هذا؟ دقيقه الربع. انا عالم النصر هذا ما ادري، بس خلينا نشوف من هو. نعم، سعد السبيعي المحامي السابق لنادي النصر. في خبر الان هو يقولون انه متكلم عنه. يقول سميدو كان لديه اتفاق نهائي مع مراد الهوساوي قبل بدايه فتره الانتقالات الشتويه، لكن بعد ان سحبت الصلاحيات منه انهارت الصفقه. هذا وش الوضع يا الربع؟ اصلا شيلت الصلاحيات عشان صفقه مراد يا اخي. وهذا شو نسميها؟ طيب من يتحملها؟ يتحمل اللي رجع واللي رجعوه. سلامات نواف، انت غاوي. يا نواف هذه المشاكل بينك وبين نفسك. ماشي مشاكل بيني وبين نفسي، انا لاعب ابغاه النادي، وشون بيني وبين نفسي؟ لا يا حبيبي بعدين ارد على سؤالك. من المستفيد بالنهايه؟ من اللي وقع مع اللاعب؟ انا ودي ارد على سؤالك. تقول قبل الصندوق يا اسطوره الله يرحم والديك، صح؟ يا اسطوره انت لسه تتهرب. دقيقه خلينا نكمل. يا اسطوره عندنا سميدو وقفوا صلاحياته، كان بيوقع مع اللاعب، وقفوا صلاحياته ما وقع نادي ثاني معه. من المستفيد؟ النادي الثاني المستفيد. انا شو استفدت؟ لا ما شو مالك علاقه؟ شلون ايش علاقتك؟ انت عندك اخطاء، انا بعد عندي اخطاء. انت عندك تصحيح. الامير هو عبد الحكيم هو اللي امس غرت فيها. ظنها واقع يا رجال، خلينا بس ساكتين. والله انها واقع. هذا سد جوكم، يلا ويشتغل عليه. سد جوكم. والله العموم انت سألت سؤال تقول وينكم القوة المالية قبل الصندوق، صح؟ تكفل بها وين ما تكفل بها من يا ابو بتال. انا قبل الصندوق ترى كنت داعم لك، انا كنت ادعمك. كيف تدعم؟ بيان اصدر نادي النصر يشكر الرئيس على دعم مبلغ وقدر. رئيس وشو؟ انا اتكلم قبل الصندوق. من الرئيس؟ رئيس من؟ فلما وصلت لهذا انا كنت داعم لجميع الانديه. من هو؟ من يا اخو؟ من يا اخوي؟ ابو خالد ما يدعم، ما كان يدعم كعضو شرف يا رجل. لا كان يدعم الاربع الانديه. ما له دخل، كان الدعم ما له دخل بالهلال. ايش دخل الهلال يا رجل؟ فكنا من وش اللي فكونا من الكلام؟ شوف مشاكلكم بينكم. النصر يوم اخذ البطوله قال بقدم مليون، قالوا شكرا لك خلها لك. لا يا شيخ، والله ما خلها. كان يدعم الطائره والسله وكل شيء. يا رجال يا ابو بتال، والله صفقه انت جاي بترجعها بني لو ايش سالفتك انت؟ ما ادري يا ولد. جاتي من علينا بعد 5 سنوات. ابو مبارك. لا ابو مبارك انت. لا بس لا يا اخوي. ابو مبارك انت سمعت الخبر حق؟ لحظه اسطور، سمعت الخبر اللي قلته قبل شوي؟ سمعته ولا ما سمعته؟ ابو مبارك سمعت الخبر؟ شكله ما سمع. وشو؟ سعد السبيعي المحامي السابق لنادي النصر يقولون انه مغرد تغريده
يقول سميدو كان لديه اتفاق نهائي مع مراد هوساوي قبل بداية فترة الانتقالات الشتوية، لكن بعد انسحبت الصلاحيات منه انهارت الصفقة. اطعني 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 خلاص هذا المشهد باختصار. يذبحني طيب من اللي سحب الصلاحيات؟ يذبحني والله يا ابو بتال اذا خبر سعد السبيعي صحيح انا اتمنى فتح تحقيق. هذه صفقه المفروض تكون لي انا كالنصر، انا محتاج اللاعب. تحقيق يا رجال، ما فتحوا صفقه تحقيق في متعب وحسان. متعب راقد نصراوي يا رجال الله يلعن بذا الشغله. بس قال ايش؟ قال تحقيق. والله ما دروا عنك والله. لو ان الفريق ومنهم اللي يصيحون كامله هم يا ابو قاعدوا بتال يصيحون. انا اخذت اللاعب بالقوه الماليه، هم ما لها قاعدوا اي يصيحون على علاقه في الجبرين امور لين اخرى. قال امين. ناصر تسمعني؟ يا رجال متعب قوه الحربي، أنا ماليه، أخذت- بس قوه ماليه قال. لا. اسمع قال ايش؟ قال قوه يا ولد ماليه. انا متفق معه سميد ومتفق معه خالص مع اللاعب. يقول لك تقول يا لي أخي أنا قوه وياك ماليه. الان المالك لنا واحد، كيف قوه ماليه؟ معناتها المالك يعطيك اكثر مني على كلامك. شوف اللي بوصله وانا مسؤول عنه، اقسم بالله العظيم يا الهلال انه نادي انه محارب من جميع اللجان. محارب. ايه محارب. والله لا، اسمع والله لا اكتمك، والله لا اكتمك يا ولد. براه توها ما لها 3 ايام يا مسلم، 3 ايام. انا ظلمت، انا طلعوني من الملعب خسران 3 نقاط المفروض لي انا. طرد ظالم تقولي مظلوم. وين مظلوم؟ انا بعرف وين مظلوم الهلال. سبحان الله. انا في هذه الملاحظه انا اشوفها في ملعب الهلال دائما، يعني مباراه الفتح ومباراه النصر الناقل ما ادري هو من الفار او من المخرج انه ما يطلع الا لقطه واحده خلف اللاعب، يعني ما يطلع الا لقطه واضحه، ما يجيبها من قدام. ليش؟ شوفوا لاحظوها بلنتي الهلال اللي سالم الدوسري اللي يوم جت من الامام ما هي بلنتي، جابوا لها اللقطه من وراء. ولقطه نواف العقيدي كذلك جابوها من وراء. من قدام ليش ما تجي؟ مع ان ملعب الهلال جديد ما هو عذر الكاميرات، موقع الكاميرات. ليش ما تجي من قدام؟ ليش جت اللقطات بس من الجوالات؟ هذا السؤال ترى مكانه. ليش تجي اللقطات من وراء؟ ليش ما جت من قدام عشان الحكم يشوفها؟ ليش الحكم ما يطلب لقطة ثانية؟ أنا أعرف الحكم إذا راح يشوف الفار يطلب كذا لقطة، إلا بهاللقطتين ما طلب، بس يشوفها من وراء وبعدين يجي محط اللعيبة يا بلنتي ولا طرد. هذه أسئلة تطرح نفسها. ويقول لي لا الهلال محارب هو 40 سنة مغير يبلع من هالبطولات. وش محارب وش عليه؟ أجل المشكله نواف سؤال للاسطوره. هو راح، انا بقول ميول اللي في اللجان وش هو؟ اغلبهم هلاليين. كيف يحاربون نادي يحبونه وعمله؟ يا ولد ما حتى يا ابو بتال، يا ولد انت صاحب ابو بتال، حتى لو انهم مو هلاليين، من اللي يحصد البطولات اخر 40 سنه؟ منو اللي يحصد البطولات؟ مو 40، اخر 25 سنه او 26، من اللي يحصد البطولات؟ كيف محارب؟ كيف محارب؟ كيف؟ ابى افهم انا اخر 26 سنه محقق